سمعت صرخة ست يا جدع تهز جبل، كان صريخها زي ما تكون بتتعذب. كان في صوت راجل معاها كده كأنه بيقرا عليها قرآن أو حاجة. أنا أول ما سمعت الأصوات دي اتسمرت مكاني، رجلي اتخشبت حرفيا. فجأة يا جدع زي ما يكون خيال أسود قام جري من قدامي بسرعة. حاولت ألف راسي عشان ألحق أشوفه، لقيت فيه خيال أسود تاني بيلف الناحية التانية، وخيال أسود تالت بيلف ورايا. دول جن ولا شياطين ولا أطياف ولا إيه بالظبط؟ لدرجة إن حيطان البيوت حواليا بدأت كأنها زي موج البحر وبتتحرك. صوت صريخ الست كان عمال يزيد ويطلع لي من كل مكان حرفيا. لازم المصمصة. لحد ما نفسك يروح. طيب بص يعني بس نبدأ الأول صباح مساء خير عليك يا جدع. أولا كده قبل أي كلام، أنا مش كافر ولا أنا ملحد، بالعكس أنا بقالي سنين بكلمكوا في حاجات أنتوا عارفين أنا بكلمكوا في إيه. أنا عمري ما روجت الحاجات هيكا هيكا ولا ميكا ميكا، ولا عمري عملت إعلانات حتى. كل عارف الأرباح اللي بتجيلنا بنوديها فين، والنية لله. ليه أنا بقول كده؟ عشان بعدها أقول لك أنا آسف إن أنا فكرت أصلا إن أنا أتناقش معاك. الكلام مش للكل، الكلام لكل واحد قال لي كلمة توجعني على الفاضي. شوف يا جدع، الموضوع مش محتاج كلام كتير. بعد شوف يا جدع دي كنت هقول حاجات كده، بس موضوع مش محتاج، موضوع مقفول. لان انا كنت تعبان نفسيا، وقايل له كلنا تعبان نفسيا. وفي ناس جت كملت عليا في شيء انا ماليش علاقه بيه. انا كنت بحاول ارتقي بالمستوى شويه ونعلي الليفل شويه، نتناقش براحتنا شويه، نتكلم شويه. وانتوا اكتر ناس عارفين، او العصابه بمعنى اصح اكتر ناس عارفه انا ولا بتناقش في شيء اتعمل قبل كده، ولا بقلد حد، ولا بشوف اللي شغال وبقوله، ولا عايز مشاهدات، ولا عايز قرف. كل عارف اللي انا بحب اعمل اللي انا بحبه، ومش كلام بيتقال في فيديوهات. مواقفي الحلوه مش هتكلم عنها، لان اكيد اللي حصل مع الموقف الحلو اتكلم عنه. مواقفي الوحشه انا عمري ما قلت ان انا رسول، ولا قلت ان انا بنور. انا طول عمري بقول لكم انا بغلط زيكم، وممكن اكتر منكم، واخطائي دي بحاول اخليك ما تقعش فيها. وقلت قبل كده ان انا عمري ما بندم على حاجه عملتها، وانا مش ندمان على السلسله الاخيره اللي عملتها ولا على اي حاجه. بالعكس بتعلم وبطور. فانا خدت نهج جديد هتعامل مع ناس معينه بيه. النهارده انا مش طالع اتكلم في سلسله، ولا طالع اخلص جزء، ولا طالع في الموضوع. انا طالع بقصه من قصص العصابه. المشكله ان مفيش غير ليليان، يعني كل ما احب اجيب قصه من قصص العصابه ما بشوفش غير ليليان هي اللي قصصها بحب اقولها. فالنهارده هتبقى قصه من قصص العصابه، واحب اقول لكم ان انا ارتحت نفسيا، لان انا يعتبر كنت متدمر نفسيا الفتره اللي فاتت. بس كله تمام وكله زي الفل. لعبنا كتير، هزرنا كتير، خلاص فوقنا، كله تمام. فاستحمل لي النهارده لو وشي قافل شويه في بدايه الفيديو، مش زي ما انتم متعودين، بس انتوا اخواتي وانا بحب اطلع على طبيعتي، ما بحبش استهبل. من الفيديو الجاي بقى ابتدي اقول لكم اعملوا لي لايك واعملوا لي شير ومش عارف ايه، وعايزين بقى نوصل لكذا ونعمل كذا، نكبر بقى يعني. كفايه بقى خلاص. انا هوريكم بقى الشغل اللي بجد بيبقى عامل ازاي. اهدافي جوه القناه اتغيرت شويه برضه عشان الناس تبقى عارفه. في اكتر من سلسله او اكتر من برنامج مختلف هيتحط جوه القناه، وما تستغربش لو قلعت لك ملط في القناه، ده طبيعي دلوقتي. من اخيرا انا كنت مطلع الشيطان اللي جواي، بعد كده لميته وسيبت الراجل الجدع عليكم. دلوقتي الشيطان والراجل الجدع الاتنين عملوا ميكس مع بعض، وهسيبه عليكم. هسيب الراجل الجدع والشيطان عليكم، واستقبل بقى اللي جاي. ومعلومه برضو زياده، رغم ان انا قلت مش هتكلم في الموضوع ده تاني، ودي رساله موجهه ورساله صريحه، راحه كده مش راحه ولا كده ولا كده. ياض يا فاسيه ويا شاب يا قلوطه، احب اقول لكم جات لكم الفرصه انكم تعملوا اللي انتوا عايزينه. انا هشتغل زي الحمار ومش فارق معايا. هيصوا بقى. وصحيح هغير الاضاءه عشان تبقى جاهز يا شاب يا فاسيه ويا شاب يا قلوطه. انا هغير الاضاءه وهغير الشكل وهغير شويه حاجات. امتى بقى؟ لكش دعوه. طب السلاسل الجديده هتظهر امتى؟ لكش دعوه. طب اللي قديم هيتقفل ولا مش هيتقفل؟ مالكش دعوه. طب انت بتقعدش معانا ليه زي الاول يا ديبو؟ مالكش دعوه. انت بقيت تاني يا ديبو؟ مالكش دعوه. امال انت هتعمل ايه يا ديبو؟ برضه مالكش دعوه. خلينا نرجع لايام المجد وايام العمل في صمت زي ما كنا. مش انتوا عايزين كده؟ انا هديك شو. وطبعا انتوا عارفين ان انا بحب اقول الكلام ده وفي الاخر ما بعملش حاجه. فالنهارده الفيديو عن تحقيق صحفي. هي ليليان كاتبه كده الموضوع تحقيق صحفي. الاسم ليليان محمد، واوقات بتجيلنا بليليان عباس، واوقات بتجيلنا بليليان رمضان، واوقات بتجيلنا بليليان الديب، واوقات بتجيلنا بليليان اشرف. فنعديها. السن مش هقول السن. تاريخ كتابه القصه 10/3/2023.
2023 ومحدش يقول لي ليه ومحدش يفكر يسالني ويقول لي ازاي الروايه او القصه او الشيء المبعوث لي ده من 2023 وطالع اقوله دلوقتي. يعني في غيره كتير لسه موجود. بس عايز برضه الفت انتباهكم لحاجه للناس اللي بتكتب في العصابه. انا لسه معايا الروايه الفاضيه اللي المفروض تكتب فيها قصتك وتسلمها لدار النشر لو حابب يبقى عندك فرصه يعني. ما عنديش فكره ازاي اسلمها للناس الصح، فلو عندك فكره قولها لي. عايز اسلمها للناس اللي فعلا تستحقها بس برضه ما عنديش فكره ازاي اسلمها لهم، فلو عندك فكره قولها لي. وعايز اقول لك على حاجه كمان، الناس اللي بتبعت القصص بتاعتها عشان تتعرض على قناه الديب والعصابه، كل الايميلات اللي بتجيلي او 90% منها يا ديبو دي الروايه اقراها لو عجبتك اكملها. لا مش هستقبل، معلش انا اسف، انا عارف ان انا نازل دلوقتي بس مش هستقبل حاجه زي كده. يا ديبو هي الروايه صغيره بس هكملها بعدين، مش هستقبل. انا مش هستقبل غير حاجه كامله. انا يا ديبو انا بعت لك ايميل ولسه ما شفتوش، لا انا شفته، مش لازم اكتب لك اللي انا شفته، انا شفته. مفيش ايميل بيتبعت لي ما بشوفوش بالنسبه لو عامل المتطلبات اللي احنا طالبينها. طب انا باعت القصه بتاعتي ولسه ما اتعرضتش لحد دلوقتي، ممكن تكون قصتك تافهه بالنسبه لي، مش لازم تكون تافهه بالنسبه للكل، بالنسبه لي انا، او مش هقدر اشتغل عليها دلوقتي، او قويه جدا فانا راكنها لوقت معين. بس في برنامج جاي قريب هيريحكم في الليله دي كلها بفكرته الخاصه كمان، فخليها على الله. وعندي فكره بودكاست بس مش عايز اقولها لحد لان الفكره دي عايزه شركه، مش هينفع اعملها لوحدي يعني. الفكره دي والله يا جدع لو اتعملت لما حدش في مصر هيتفرج، حد في الوطن العربي كامل هيتفرج على بودكاست غير بتاعنا احنا. طبعا مش هقولها عشان الشاب الفاسي والقلوطه اللي قاعدين لي مستنيين اقولها، فانا مش هقولها. طيب ما تدور على شركه دي ولا تدور على حد ينتجالك. والله يا جدعان انا كل اللي كانوا شغالين معايا سابوني، فانا شغال لوحدي دلوقتي، شغال بطولي في كل حاجه، في كل حاجه حرفيا يعني. حتى اللي كان مثلا بيستقبل البوستات مثلا على الفيسبوك او ابسطها ما فيش حد بيستقبل، انا اللي بعمل كل حاجه بنفسي، ومحدش يكتب لي في الكومنتات انا ممكن اساعد لان الموضوع ما يمشيش كده. تمام، فسيبنا من الهري اللي انا هريته ده كله لان انا مقتنع ان 100% منه هيتشال في المونتاج يعني. فخلينا في الفيديو وخلينا في قصه ليليان، وزي ما تعودنا هتسيب رايك في الاخر وتنتقدها في الاخر وتكتب كومنتات بتاعتي في الاخر، وهي بقى تتعب نفسيا ويجرى لها اللي يجرى لها، فاهمني؟ زي ما بيجرى لي هي لازم تستحمل ولازم تتعود على كده. فصباح الله خير عليك يا جدع، يلا بينا نبدا. ليليان بتقول انا ليليان بديهي بنت صحفيه في قسم الحوادث، بحب شغلي جدا وبسعى بكل الطرق ان اكون ناجحه ومميزه وكده. طبعا القصه كنت عايز اتكلم بصيغه المذكر بس فيها حاجات كده فاهمني، واحضان وبوس وبتاع، فمش هينفع مش هياكل ان واحد يحضني ويبوسني، مش المهم شايفك انت بتاع فليكس انت فاهمك. كملت وقالت انا ليليان ومستقله بنفسي، عايشه في بيت لوحدي انا وكلبي كاسر، كلب اسمه كاسر ايه ما اعرفش. طبعا هنحط الموسيقى اللي هي بتاعت الواد اللي هو تن بس عادي، انا بحاول والله يعني بحاول. عدالي كانت بداية الحكاية 8/8/2019. طبعا انا بنتقد قوي الناس اللي بتحب تحط تواريخ وكده، بس انا مش هتكلم، انا هسيب كومنت زيكم في الاخر. خلصت شغلي في الجريدة، خدت صاحبي كريم عشان نتغدى زي المعتاد يعني. وبالمناسبة كريم ده مصور في الجريدة وبيشتغل معايا في نفس القسم بتاعي. اسم ايه انا مش عارف. انا بطبيعتي حد مش بيحب يتكلم كتير، وحد شديد الملاحظة جدا ومش بيعرف ينسى اي حاجة، ودي حاجة بالفطرة عندي، والميزة دي بتساعدني جدا في شغلي، رغم ان في بعض الاحيان الميزة دي بتتقلب من نعمة لنقمة. نعمة لافوجاتو تن. وكمان انا حد كتير الحركة وبيحب الحفركة. 8/8 الساعة 2 الظهر، الساعة 2 ونص بعد الظهر خلصت شغل وخرجت انا وكريم للكافيه. الكافيه ده جنب شغلنا على طول، وانا وكريم متعودين نروح له كل يوم يعني، وتقريبا انا حافظاه وحافظه زباين المكان اكتر من عم لقمان صاحب الكافيه نفسه. يعني صاحب الكافيه اسمه لقمان، واحنا قاعدين في الكافيه دخل راجل ومراته ومعاه بنته الصغيره كده، اعتقد زباين جداد لان اول مره اشوفهم، وزي ما قلت لكم انا حافظه كل الزباين يعني. الراجل ومراته كانوا شكلهم طيبين جدا، تحسهم جايين من سفر او حاجه زي كده. التعب والارهاق كان باين على وشوشهم لدرجه ان تحس وشوشهم مشفوطه كده، او زي ما بيقولوا في العربيه الفصحى شاحب من كتر التعب والارهاق. انما البنوته الصغيره كانت مليانه حيويه كده وبتتحرك كتير وبتضحك طول الوقت. كانت جميله بطريقه ما تتوصفش يا جدع، وكانت شايله في ايديها لعبه كده وعماله تلعب بيها وبتكلمها كمان. بس لما عدوا من جنبنا لاحظت حاجه غريبه جدا. ريحتهم يا جدع، ريحتهم ما كانتش حلوه خالص، كانت يعني خالص يعني جدا، لدرجه ان انا لفيت وشي الناحيه التانيه من كتر الريحه. القذره يا قذره، لحد ما عدوا من جنبنا انا مظبوط معفن يعني، رغم ان كان باين على شكلهم يعني ان هم ناس محترمين وولاد ناس كمان. المهم يا جدع قعدوا في الطاوله اللي قدامنا، الراجل كان مدينا ظهره والست وبنتها كانوا مدينا وشهم.
البنوته يا جدع كانت حته سكر، وانا حد بيعشق الاطفال اصلا، وانا كديبو بعشق الاطفال اصلا، وانت ولا انت بتحب الاطفال برضه، وانت بنت اللي ورا تكبري وتبقي ست وتتجوزي وتحب الاطفال برضه، فكلنا بنحب الاطفال، وانت ما تفهمش انت عشان انت طفله اصلا بس ما بنحبكش. المهم البنوته كانت طول الوقت بتتحرك وبتضحك لده وبتهزر لده، وكانت طول الوقت عماله تشاور لي كانها بتقول لي تعالي العبي معايا، بس تصرفات اهلها كانت غريبه ومش مريحاني. ده غير ان مامتها كانت طول الوقت بتزعق لها، والبنوته الصغيره كانت كل ما مامتها تزعق لها تحضنها وتقعد تبوس فيها. وفجاه كده وانا قاعده بتابع البنت حصل لي حاجه كده هي غريبه، اعتقد زي الديجافو مثلا. انا شفت البنوته الصغيره دي وهي قاعده ولابسه لبس ملوكي وقاعده على عرش اقل حاجه تتقال عنه ان انت عمرك ما تعرف توصفه اصلا من جمال. وكان حواليها حراس كتير وكلهم لابسين ابيض في ابيض وكلهم ملثمين ومش باين منهم غير نن عينيهم بس. وكان ورا العرش ده في واحد واقف كده تحسه كانه هو الملك، وكان لابس تاج فوق راسه يشد انتباه اي حد. وفي وسط التاج ده كان في حجر كريم كبير لونه اخضر، والحجر ده طالع منه اضاءه كده تخطف النظر، وكان ماسك في ايده سيف، بس السيف ده كان ليه رصيد، كان حجمه اكبر من حجم السيف الطبيعي زي سيف البرزيركر كده، حاجه فاهمني قدك مرتين. وكان بيلمع زياده عن اللزوم وتحس ان هو معمول من ذهب. وكان محفور على السيف كلام كتير مفيش غير جمله واحده اللي عيني جت عليها وعرفت اقراها، كان مكتوب عقم العدل بالقسط. وفي ايده التانيه كان في مطرقه زي الشاكوش بتاع القاضي بتاع المحكمه كان ماسك واحد زي ده في ايده التانيه. وعلى الحيطه وراهم هما الاتنين كان منقوش ايات قرانيه كتير ومرسوم ميزان حجمه كبير جدا، من اخرها تحس ان انت في محكمه وان الملك ده هو القاضي. بس اغرب حاجه كانت البنت الصغيره دي بتتعامل مع اللي حواليها كانها الملكه بتاعتهم فعلا مع انها صغيره. وفجاه فعلا اتحولت كده وبقى ثقتها في نفسها اكتر من ثقه رجاله بشنبات. وانا شنبي طلع اوعى تقول لي حلقت شنبك ليه، انا ما حلقتش شنبي ولا ايه، كانت غلطه عدها لي. المهم يعني انما انا يا جدع كنت واقفه في وسط دايره من الحراس وكلهم كانوا موطين راسهم للارض وحاطين ايد من ايديهم على صدرهم والايد التانية فردينها على جنبهم. وقتها انا بصيت للبنت تاني لقيتها رفعت ايديها، ومع رفعت ايديها دي كده انا لقيت الحراس وكل اللي في المكان بيقفوا بانتظام وكانهم قطعوا النفس. بص بقى كلام الشارع بقى، بص بقى لدرجه يا جدع ان انا بقيت بسمع صوت دقات قلبي من كتر السكوت اللي كنت انا واقفه فيه. حسيت ان جسمي تلج اصلا من كتر الخوف، ما كنتش قادره اتملك اعصابي، كان جسمي كله بيترعش. ومع كل ده كنت بحاول ابقى ثابته وما بينش خوفي. وفجاه يا جدع هزت راسها، بس مش هزت الهنود اللي انا هزيتها دي، هزيتها هزه خفيفه كده وقامت منزله ايديها. ساعتها لقيت كل الموجودين في المكان انحنوا قدامي، كانوا بيبصوا لي نفس بصه البنت، بصتهم كلها فيها زي بيطلبوا مني حاجه وفيها ثقه وفيها احترام كمان. كان موقف بجد يا جدع يحسسك بخوف ورهبه مش طبيعيه. وفجاه يا جدع سمعت صوت بيندهني كده، وفي غمضتين لقيت نفسي رجعت لوعي وانا قاعده في الكافيه زي ما انا، وكريم هو اللي كان عمال يندهني. ساعتها بصيت عليه وقلت له ايه يا كريم خضتني على مالك يا ولا؟ قال لي مفيش بقالي ساعه بكلمك وانت سرحانه ومش بتردي. قلت له مفيش بلعب مع البنوته اللي هناك دي، وقمت مشاوره ناحيه البنوته. بس لا بصيت هناك ما لقيتش حد. وقتها حسيت ان في حد لطشني قلم على وشي فوقني، ولقيت كريم بيقول لي هي فين دي؟ قلت له البنوته اللي دخلت مع باباها ومامتها من شويه. كريم فضل ساكت شويه كده وبص لي باستغراب وقال لي مفيش حد دخل معاه بنت صغيره بعدين. قال لي انت بتقول ايه كلام؟ معرفش ليه حسيت ان الدنيا كلها تلجت حواليا وهو بيقول لي كده. لقيت نفسي لوحدي بقوم وبلم حاجتي من على الترابيزه، وقمت قايله لكريم انا هسبقك على العربيه ما تتاخرش. ولقيت نفسي بخرج من المكان بسرعه. وقتها خرجت قمت راكبه العربيه وجسمي كله اصلا حاسه فيه ان في رعشه كده، وفي راسي 100 سؤال هو ايه اللي حصل من شويه ده. اكيد مش بتوهم، انا كنت حاسه كل حاجه بتحصل، ومن كتر التوتر اللي انا فيه كنت باصه قدامي ومش قادر احرك نظري ومثبته نظري قدامي ما اعرفش ليه. وفجاه لقيت حد بيخبط على شباك العربيه. ساعتها بصيت لقيت البنت الصغيره هي اللي بتخبط. ايوه انا صح اهو. اول ما نزلت ازاز العربيه لقيت البنت ماسكه زي مفتاح شكله قديم كده مربوط بسلسله، ولقيتها بتعمل لي كده وبتدوني. فانا من ذهلتي فضلت بصالها كده اللي هو ايه بقى، فلقيتها بتعمل كده وعايزه تلبسني السلسله. ولقيت نفسي تلقائيا بقرب لها راسي وقامت ملبساني السلسله وهمست في وداني وقالت لي امشي ورا احساسك وصدقي وانا زي ضلك ومعاكي في كل مكان. معرفش ليه في اللحظه دي انا حسيت زي ما يكون عندي صدمه ومش قادر ان انا اعمل اي ردة فعل او اتكلم او انطق او حتى ابص حواليا. كل اللي بعمله ان انا ببص ناحيتها وبسمع لها وبس. لقيت البنت الصغيره بترجع كام خطوه لورا، قامت عوجه راسها زي العيال اليابانيه كده وقامت مبتسمه وقالت لي ببرود وصوتها كان فيه حزن برضه سلامات يا ليليان، سلامات يا ليليان يا ليليان. وفي نفس اللحظه كانها فص ملح اختفت من قدامي يا جدع. لقيت نفسي بفتح باب العربيه في لحظه وبخرج وابص يمين وشمال واتلفت حواليا وعايز اعرف ايه اللي حصل، بس مفيش اي حاجه تثبت ان البنت كانت موجوده، مفيش اي حاجه، كاني كنت بحلم وصحيت مثلا. وفجاه لقيت حد بيحط ايده على كتفي من ورا كده. ساعتها قمت عامله كده كده شيء بتاع بوسي بتاع
عارف انت جاكي شان قلب كده وقمت حاطط ايدي على رقبته. قلت له: ما انت ايها الحيوان عشان تحط ايدك على كتفي؟ انت مين واحنا فين يا بابا؟ الزمن يا حبيبي، محدش يحط ايده على كتفي. بعد ما تحط ايدك على كتفي كده حط ايدك في حته تانية. بس لقيت كريم هو اللي بيصرخ وبيقول لي: مالك يا مجنونه في ايه؟ اذا كان كريم ماشي مفيش مشكله. قمت سايباه ولقيت نفسي بمسك ركبي اللي هم سابوا اصلا من الموقف اللي حصل ده وما بقوش قادرين يشيلوني اصلا. فلقيت كريم بيضحك كده وبيبص لي وبيقول لي: لا ده انت التمرين جايب معاكي نتيجه اكتر مني كمان. وانا اصلا يا جدع كنت قاعده ماسكه ركبي وبنهج ولا كاني كنت بجري 100 ميل وقلبي كان عمال يدق بسرعه جدا. ساعتها كريم مسكني من دراعاتي كده وقال لي: انت كويسه؟ قلت له: كويسه كويسه مفيش حاجه، بس ممكن انت تسوق. ساعتها قال لي: ما انت عارفه اللي انا بحبش اسوق، انت ممكن تاخدي تاكسي مثلا. قلت له: لا مفيش حاجه، خلاص اركب خلينا نروح. وخدته وصلته لحد بيته وبعد كده رجعت لبيتي انا. ومش هكدب عليك يا جدع، انا الليله دي ما عرفتش انام. انا طول اليوم وطول الليل عمال افكر في اللي حصل معايا ده، وبصراحه اكتر ما لقيتلوش اي تفسير منطقي ولا حد هيعرف يلاقي له تفسير منطقي. وانا واحد مش بامن بالخرافات والماورائيات والخوارق والحاجات دي كلها، بس اللي حصل معايا ده كانش طبيعي. فما كانش قدامي غير ان انا اروح لوالدي، هو اكتر واحد هيقدر يفسر لي اللي حصل ده. وانتوا عارفين من التحقيق اللي فات طبعا، هتقول لكم يعني انتوا عارفين عشان التحقيق اللي فات اللي هو نزل على قناه الديب والعصابه، بس طبعا عشان بقاله كتير فانتوا مش فاكرين التحقيق، فمش هقول لك روح ارجع اتفرج على التحقيق عشان تعرف يا مين. فوالدها كاتب روائي ومتخصص فئه معينه من الكتابه، بيكتب عن الماورائيات بس، فاكيد هو اكتر واحد هتروح تساله عشان يقدر يقول لها تفسير عن اللي حصل ده. وبحكم شغلي في التحقيقات الصحفيه وكشف الحقيقه للناس، فانا حد واقعي جدا ولازم الاقي سبب وتفسير منطقي لكل شيء بيحصل. ورغم ان في فرق كبير جدا ما بين شغلي وشغل والدي، لكني كنت بحترم شغله جدا جدا جدا، وما اقدرش انكر ان هو حد كان ناجح جدا في مجاله، وان كتاباته كانت بتلاقي صدى كبير جدا عند الناس. والاهم ان هو دايما بيعرف ازاي يرضي فضولي في اي حاجه بسالها. واول ما الصبح جه لبست هدومي ونزلت ورحت لوالدي فعلا وحكيت له على كل اللي حصل معايا. والصراحه اجابته المره دي شغلتني اكتر ما فهمتني، ما ارتحتش لاجابته نهائي. وكان كلامه عباره عن شويه نصايح انا كده عارفاها وملهاش علاقه ببعض. قال لي: بصي يا ليليان يا بنتي، انا قلت لك قبل كده ان مش كل حاجه في حياتنا بتندرج تحت كلمه المنطق، في حاجات كتير مش بنلاقي لها تفسير، ودي بتبقى الحكمه من عند ربنا. واللي مش هتعرف اجابته النهارده هتعرفي الحكمه منه في حياتك التانيه. هتشكري ربنا كمان انك ما عرفتيش في وقتها كان ايه الحكمه من اللي حصل. الكون ده مش لينا لوحدنا يا بنتي، ومش لوحدنا ساكنين، يعني الديب معانا عايش عادي اهو في الكون بتاعنا 8000 سنه وعايش عادي كده. وانت عارفه ان في مخلوقات تانيه حوالينا ومعانا، واكيد كل واحد فينا بيمر بالامتحان بتاعه. والكذاب مننا هو اللي هيعتبره محنه ويشتكي من امر ربنا لعبيده، والصادق هو اللي هيثبت ويشوف في عز الازمه اللي هو فيها رحمه ربنا، وهيحسن الظن في ربنا ويشكره ان اختاره هو للمحنه دي كمان، وهيحاول على قد ما يقدر انه يكون قد المسؤوليه. وانا واثق فيكي، عارف انك قدها، وانك من اخير الناس اللي ممكن ربنا يستعملهم عشان يقضي عدله في الارض. وافتكري دايما ان العدل ميزان ليه كفتين، واحده تحطي فيها عقلك والتانيه تحطي فيها قلبك. والاهم ان مصيرنا طريق واتفرض علينا، ولكل طريق نهايه، واللي هيعرف يمشي في طريقه ويصبر ويكافح فيه ويقاومه لاخر نفس كمان هيوصل لوجهته. وبصيرتك هي بوصلتك. وفي وسط كلام والدي ده يا جدع انا لقيت تليفوني رن. برد على الموبايل لقيت كريم وبيقول لي: انت فين يا بنتي؟ اتاخرتي ليه كده؟ قلت له: انا عند بابا. قال لي: طب يلا حركي نفسك عشان في حادثه حصلت ولازم نغطي الخبر بسرعه. قفلت معاه واتحركت بسرعه، وفعلا لقيت كريم مستنيني على باب الجورنال. واتفاجئت يا جدع لما وصلت لمكان الحادثه. كان الضحايا في الحادثه راجل ومراته بس كبار في السن، ومن الطبيعي ان اول حاجه هتيجي في بالنا او بال المحققين حتى ان الغرض هو السرقه، بالاخص ان كان باين عليهم من بيتهم اللي ماتوا فيه او حصل الجريمه فيه او الحادثه فيه ان هم مرتاحين ماديا قوي يعني. بس بعد ما الفريق الجنائي خلص شغله ورفع البصمات، اكتشفنا ان مفيش بصمات في المكان اصلا او اي حاجه تثبت ان حد دخل الشقه من اساسه، ولا في اي دليل على ان في سرقه حصلت. وطبعا كلنا عارفين، اللي هو مش كلنا عارفين يعني، بس طبعا كلنا عارفين ان التحقيقات الاوليه في اي جريمه بتحصل بيتم التكتم عليها من قبل الضباط المكلفين بالتحقيق، ولكن يكون هناك ضرورات امنيه ولذلك يتم التكتم. يا ولا عليك. واحنا كصحفيين بنعتبر ان شغلنا بيكمل شغل المحققين دول، وزي ما بيهمهم كشف الحقيقه احنا كمان بيهمنا كشف الحقيقه برضه. بس للاسف في نوع من الصحفيين بيبوظ شغل البوليس لما بيكشف عن حاجات مش في وقتها ان هي تتكشف، وبيكون من غير قصده بيساعد المجرم ان هو يستخبى كويس او ياخد احتياطاته لما بيكشف عن المعلومات دي. وبرضه ما ننكرش ان في تسريبات بتحصل من الضباط ما بيكونش في وضعها الصحيح، يعني ليها نفس الخطوره، والتسريبات دي بتخلي العداله ما تاخدش مجراها. عشان كده الصحافه والبوليس او الضباط او المحققين مفيش بينهم ود خالص.
كارهين بعض دايما عشان ممكن يبوظوا شغلهم على بعض، رغم اننا كصحافه نعتبر السلطه الرابعه في البلد، بس احنا طبعا لينا مصادرنا اللي بتحطنا في الصوره اول باول. وبكده التحقيق اتعقد وتعرف ان الدافع ورا القتل اللي حصل ده ما كانش السرقه. ورجعنا الجورنال انا وكريم بعد ما خدنا الصور اللازمه يعني، وعرفنا التقرير بتاع التحقيق الجنائي، وبدانا احنا التحقيق بتاعنا بس على طريقتنا. قعدنا وحطينا خطتنا وجبنا العناوين، هنبدا منين مش هنبدا منين، وكل الاحتمالات مين المشتبه فيهم، وقعدنا طول اليوم نعمل كده. خلصنا شغلنا رجعنا بيوتنا في وقت متاخر، وانا كنت متعبه جسديا ونفسيا جدا يا جدع. نمت اول ما وصلت البيت من تعب، ويا دوبك عيني قفلت يا جدع، ولقيت البنت الصغيره ظهرت فجاه وبتقول لي جاهزه لليان. وقتها انا اتخضيت بس ما قدرتش اقوم من على السرير، كأن في حاجه مكلبشاني، كأن في حد مكتفني حرفيا. حاولت اقوم وحاولت بس ما قدرتش، ولما ما عرفتش اقوم وهمت خلاص قلت لها انت دخلتي هنا ازاي واجهز ليه بالظبط، انا مش فاهمه حاجه. قالت لي عشان تحققي العداله، واللي بتدوري عليه قدامك ومش بعيد عنك ولا عنهم، والعين بالعين وكل حاجه وليها تمن. بكره اول اختبار ليكي، خليكي فاكره يا ليليان ان كل ساقي سيسقى بما سقى. وسلم لي على الساقي يا معلم. مفتاح العدل الصدق والحقيقه، ومفتاح القلب الايمان واليقين، وانت مفتاحك معاكي. انا مش عارف ليه هم كل اللي في القصه، انا اسف ان انا بقول رايي دلوقتي، بس مش عارف ليه كل اللي في القصه بيتكلموا بالالغاز فاهمني، ولازم يتكلموا عن اليقين والايمان والحب والكره، بس هنفهم. المهم البنت سابتني واختفت فجاه، وانا بقيت متجننه ومش فاهمه ايه اللي اتقال لي وايه اللي بيحصل. بحاول اقوم الحقها بس في حاجه لسه مكتفاني، مش عارفه، كاني اتشليت فجاه. وفجاه لقيت البنت واقفه عند باب الاوضه بتاعتي بتبص لي برضه ببرود وحزن وبتقول لي سلامات يا ليليان، سلامات يا ولد. وخرجت البنت من الباب، واول ما خرجت لقيت الباب بيتقفل لوحده. وفجاه حسيت ان انا اتفكيت، لقيت نفسي بقوم بسرعه الصاروخ وبجري بره الاوضه، وفتشت البيت كله حرفيا، حتى البلكونه جريت عليها، وفضلت اشوف ان حد ينزل من العماره او يخرج منها، بس مفيش حد بيخرج منها. لقيت نفسي رجعت ودخلت الصاله، بدات ان انا اشغل التلفزيون عشان اي صوت يبقى حواليا عشان ما اتجننش، بس ما عرفتش برضه. فضلت رايحه جايه يمين وشمال جوه الشقه، مش قادر افكر اصلا، كنت في حاله من التشتت والعصبيه في نفس الوقت. فجاه بصيت حواليا وافتكرت كاسر، قعدت انده عليه بس ما بيردش عليا خالص، حتى اما عليت صوتي وانا بنده عليه برضه ما ردش عليا. ساعتها اتفزعت وبدات ان انا ادور عليه في الشقه كلها لحد اما لقيته في اوضه كده. الاوضه دي تعتبر مهجوره بالنسبه لي في البيت، ما بدخلهاش خالص، انا اصلا بستخدمها كمخزن. قربت منه لقيته اصلا بيترعش وخايف ونفسه مقطوع كده وبينهج كأنه بقاله كتير بيجري. ساعتها شلته بسرعة وجريت على الصالة وغطيته وخدته في حضني وقعدت أهدي فيه، لأن كاسر ما كانش مجرد كلب بالنسبة لي، كنت بعتبره ابني وصاحبي وحبيبي وكل شيء. كنت كل ما بتضايق بقعد أحكي له على اللي مضايقني، وما برجع من البيت بقعد احكي له على اللي حصل معايا. كنت بحس ان هو بيفهمني اكتر من اي حد تاني اعرفه. ساعتها خدته في حضني ومددت على الكنبه وفضلت بص لسقف البيت لحد ما دماغي فصلت ورحت في النوم. فجأة صحيت على صوت تليفوني، كان كريم اللي بيتصل بيقول لي يلا انا مستنيك تحت. قلت له ايه يا ابني النشاط ده، مالك في ايه، وايه اللي مستعجلك اول درجة انك تجي لي تحت البيت كده؟ ساعتها بيقول لي يلا يا ليليان انجزي. نبرة صوته محسني ان هو متضايق او في حاجة مهمة بالنسبة له. فساعتها ما ضيعتش وقت في المكالمة ولبست بسرعة ونزلت له وركبنا العربية. واول ما بدأنا نتحرك قلت له مالك يا كريم في ايه؟ قال لي حبيبة واحد صاحبي اللي المفروض انا وهو بنجهزه ونظبط الدنيا عشان خاطر نشوف له طريقة ازاي يتقدم لها، لقوها منتحرة وقطع شرايينها النهارده في بيتها. قلت له ده امتى الكلام ده؟ قال لي من حوالي ساعة. وصاحبي كان بيكلمني وكان حالته تصعب على الكافر وعمال يعيط وحالته صعبانة عليا جدا. قلت له ايوه يعني مين دي، انا اعرفها مثلا، اتقابلنا قبل كده من شلتنا ولا حاجة؟ قال لي اسمها سما ايمن. قلت له انا حاسة ان انا اعرف الاسم ده مش غريب عليا. قال لي يا بنتي اللي هي بتاعت الفاشونيستا المشهورة دي. قلت له اه انا اعرفها، بس اللي اعرف ان هي مرتبطة بممثل او حاجة زي كده. قال لي لا ما هي سابته وبعد كده ارتبطت بواحد كان مدير شركة انتاج ودعاية والحاجات دي، وبعديها سابته هو كمان ودلوقتي كانت مع صاحبي. قلت له طب معلش بس هو ايه اللي وصل صاحبك ليها؟ قال لي صاحبي ده بيشتغل في تنظيم المؤتمرات والافراح والحاجات دي كلها يعني، وغير ان هو شاب حليوه يعني ومعاه فلوس حلوه. كانت اصلا هي مكلماها عشان فرح لصاحبتها او حاجه زي كده، وساعتها اتعرفوا على بعض. وقتها كنا خلاص وصلنا الجورنال يا جدع، وفعلا خدنا الاذن عشان نغطي الخبر او نغطي الحادثه بتاعت الفاشونيستا دي. عارف انت يا جدع مشهوره وتموت بالطريقه دي، انه يعتبر خبر لازم كل المجلات وكل الجرانين تكتب عنه. جرانيل وجمع جورنال ايه مش عارف لا اله الا الله. المهم خدنا بعضنا ورحنا على موقع الجريمه او موقع الحادثه، وهناك انا شفت شاب كده، انا متاكده اللي انا شفته في الحادثه بتاعت امبارح بتاعت الراجل العجوز ومراته والحادثه اللي حصلت هناك. فانا استغربت ايه اللي جايبه هنا وهو كان موجود في الحادثه بتاعت امبارح كمان، ده مين ده؟ فسبت كريم مع صاحبه كده وقربت من الشاب ده. المشكله ان هو كان بيعيط، فده خلاني اترجم في دماغي ان اكيد البنت دي تخصه
وتقرب له. قلت له البقيه في حياتك. قال لي وحياتك الباقيه. قلت له معلش يا لسليم، اسمي سليم. ساعتها قلت له تشرفنا، وقمت مد ايدي كده عشان اسلم عليه. وقتها عرفته بنفسي، قلت له ربنا يرحمها يعني ويغفر لها، هي المرحومه تقرب لحضرتك حاجه؟ قال لها عمتي. فقلت له اعذرني لفضولي بس، وعارفه فعلا ان مش وقته الكلام ده، بس انا شفتك امبارح في الحادثه بتاعت الراجل العجوز ومراته، اللي هو عبد الرحمن الهاشم ومراته، حادثة امبارح. فانا بس مستغربة ان انا شفتك هنا كمان. وقتها صدمني يا جدع اما لقيته بيقول لي ايوه عبد الرحمن ده يبقى ابويا، ومراته هي خالتي اخت امي، اتجوزها ابويا بعد وفاة امي الله يرحمها، وهند دي تبقى عمتي. قلت له هند مين؟ مرحومة اللي هنا اسمها سما، هي سما ايمن. فقال لي ايوه سما ايمن هي هند الهاشم برضه عمتي. ولقيته عم عيط، وبدا يعيط بالهستيريا بقى زياده. الصراحه ما كنتش عارف اعمل له ايه، وجع قلبي عياطه، ده غير امه وابوه وعمته كلهم يموتوا في نفس الوقت، يعني حاجه تكسر القلب بجد. فقعدت اهدي فيه كده، بس حالته كانت صعبه بجد. المشكله ان عياطه وصوته ما كانش قاعد حد زعلان، في حاجه اكبر من كده مخليه بيصرخ لدرجه ان صوته بقى عالي جدا، لدرجه ان الناس اتلموا حوالينا وبداوا يهدوا فيه كلهم. وفي وسط الناس كده جه شاب 40 شويه، ولقيته بيقول له اهدى بس يا سليم، هي خدت اللي استحقه وغارت خلاص. لقيت نفسي لوحدي بقول له انت بتتكلم كده ليه يا اخ؟ مفيش اي ذوق او اي احساس في كلامك. ساعتها لقيت الراجل ده قرب مني كده وبص لي بقرف، وقال لي وانت مالك اصلا؟ وانت مين اصلا عشان تسالي؟ انت ايه اللي جايبك هنا؟ قلت له انت اللي مالك يا عم، انا مين ولا انا مش مين؟ قال لي انا اخو الهانم ربنا يحرقها اللي ماتت، انت مين بقى؟ رده فاجئني يا جدع عم بيقول ان هو اخوها وبيتكلم بالشكل ده. ساعتها سكت. لقيته مكمل برضه بيقول لي ها انت مين بقى؟ لقيت نفسي لوحدي بقول له انا صاحبتها. لقيته بص لي من فوق لتحت وقال لي ما طبيعي تصاحب اشكال زي اشكالك دي، وقام لافف وشه الناحيه التانيه وقام قايل ناس ما تعرفش ربنا. وقتها انا اتعصبت بجد من كلامه، صوتي بدا يعلى وكنا هنبدا نشد مع بعض انا وهو. وقتها لقيت كريم بيجري عليا وهو صاحبه وبيشدوني بره المكان، وسليم اللي كان قاعد بيعيط جامد ده لقيته بيعتذر لي على الكلام اللي اتقال، وبدا يحاول يسكت اخوها ده، بس التاني كان عمال يكفر ويتهمني بالفسق والفجور. بس الصراحه يا جدع لما خرجت بره المشكلة نفسها وهديت كده، أنا شفقت عليه. قاعد يسب ويشتم ويكفر ويقول كل الكلام ده ومش باين عليه أي شيء، ولو هو مسلم فمش باين منه غير لحيته إن هو يبقى مسلم بس كده. أعتقد الناس اللي بالشكل ده هي اللي مخليها الناس واخدة فكرة عن المسلمين غلط يعني. المهم يا جدع كريم خدني ورحنا الجورنال تاني، وأول ما وصلنا هناك طلبت من كريم إنه يكلم صاحبه الظابط ده، أعتقد كان اسمه طارق أو قاسم، وقلت له يطلب منه اللي إحنا نقابله على الكافيه اللي جنب شغلنا بعد ما يخلص شغله. وقاسم ده يا جدع صديق كريم، هم أصحاب من ايام الدراسه، من ايام الابتدائيه. ده غير ان هو شغال ضابط في اسم التحقيق الجنائي، مجتهد جدا وذكي ودايما بيساعدنا في التحقيقات بتاعتنا ومن غير اي مقابل. تقدر تقول ان هو الجندي الخفي في اي حاجه احنا بننجح نعملها انا وكريم. بس رغم كل ده انا عمري ما شفته وما جاش ولا فرصه ان انا اتعرف عليه. وفعلا خلصت شغلي انا وكريم ونزلنا على الكافيه عشان نستنى قاسم هناك. واول ما دخلت المكان انا افتكرت البنت الصغيره واللي حصل لي المره اللي فاتت، وحرفيا كنت ماشيه زي التايهه كده، لدرجه ان كريم كان عمال يكلمني بس انا في عالم تاني، انا مش موجوده. وفجاه لقيت حد خبط في كتفي كده، وساعتها رجعني الوعي من التوهان اللي انا كنت فيه، وغصب عني بسبب شعور الخوف اللي انا كنت فيه بالاوهام اللي انا كنت عمال افكر فيها دي. لقيت نفسي اتعصبت على الشاب اللي خبط في كتفي ده، وبدات ان انا ازعق له. المشكله انا كنت عمال ازعق له بس هو ساكت وبيبص لي كده، ايه بقى؟ الصراحه لما فضل ساكت كده وما بيردش، ساعتها انا اتكسفت من اللي انا بعمله. والاغرب ان بعد ما سكت انا لقيته بيعتذر لي وبيقول لي معلش ما كنتش واخد بالي، وكسفني اكتر بادبه. ساعتها قلت له انا اللي حقك عليا والله، انا بس كنت سرحانه وخبطت فيك من غير قصدي. ساعتها لقيته ابتسم ابتسامه بسيطه كده وقام سابني ومشي. واتفاجئت اكتر واكتر يا جدع، شغل بقى مسلسلات وافلام وكده، ان لما رحت على الترابيزه اللي عليها كريم ان لقيت نفس الشخص اللي خبطت فيه هو اللي قاعد وطلع قاسم. ساعتها انا ما افتكرتش اعتذاري، انا افتكرت ان انا ازاي كنت بزعق له زي العبيطه كده. لقيت نفسي بحط ايدي على وشي وببص الناحيه التانيه، لانه كان اكتر تعارف محرج في حياتي يعني. ولقيت كريم بيعرف قاسم عليا ومد ايديه كده عشان يسلم عليا، وكان مداري ضحكته. وقتها انا سلمت عليه وانا عيني في الارض اصلا مش عارف ارفعها. المهم يا جدع قعدنا طلبنا القهوة، وقتها كنت انا حكيت لكريم خلاص كل اللي حصل بيني وبين سليم اللي في المكان ده، مكان الحادثة يعني. طبعا انت عارف التانية دي معناها ايه يعني، مش محتاج اللي انا اقول لك، اكيد بجيز. ولا انا في الجيزة كلام مش روايح، انا بجهز من غير ريحه. جيز وسمعني ولا تفسي وتخدعني. حكمه مهمه بصراحه. قعدنا وطلبنا القهوه وبدانا بقى ان احنا نتكلم. فانا كنت حاكي لكريم على كل اللي عرفته واللي حصل بيني وبين سليم، وبعد تحليلات كتير وطبعا المعلومات اللي اداها لنا قاسم، شكوكنا كلها في موضوع قتل هند اللي هي الفاشونيستا راح في ناحيه اخوها هيثم اللي هو الرخم اللي انا اتخانقت معاه النهارده.
وكمان لما عرفنا وضع هيثم المادي اللي هو ما كانش زي اخوه عبد الرحمن طبعا، ولا حتى زي اخته هند، لانه كان مدرس اصلا وقاعد في شقه ايجار. ده غير ان هو عنده 5 عيال ويا دوبك يقضي حياته هو ومراته بالعافيه. ده غير كمان ان هو مشغل مراته ومخليها فاتحه كوافير عشان يقدروا يكملوا المعيشه ويعيشوا. لدرجه ان احنا شكينا كمان انه ممكن يكون هو اللي قتل اخوه ومراته اللي هو عبد الرحمن الهاشم ومراته، اكيد يعني عشان الورث الكلام ده. دي الفكره طبعا اللي لازم تيجي في دماغنا في الاول. وقاسم ادانا شويه عناوين لشركات المقاولات بتاعت عبد الرحمن، والمستشفى بتاعت سليم، والمدرسه اللي بيشتغل فيها هيثم، وكمان ادانا عنوان الكوافير بتاع مرات هيثم. وانا طلبت من قاسم ان هو يشوف لنا لو في عناوين تانية لاي حد قريب منه، واتفقت انا وكريم ان هو يروح لصاحبه اللي كان بيحب هند ويحاول يطلع منه اكبر عدد من المعلومات، وانا هروح لمرات هيثم في الكوافير احاول اطلع منها برضه باكبر قدر من المعلومات او اي حاجه عموما. وسبت الشباب بعد ما اتفقنا على كل حاجه، وروحت بيتي يا جدع ونمت ولا كاني ما نمتش من اسبوع. وتاني يوم اما صحيت وكلمت كريم لقيته في طريقه ان هو يقابل صديقه ده اللي هو حبيب هند. وانا بقى كنت بجهز نفسي، العبايه والنقاب طبعا عشان لو هيثم شافني ولا حاجه. واخدت بعضي ومسكت طريق ان انا اروح للكوافير بتاع مرات هيثم اللي بالمناسبه عرفت اسمها، كان اسمها وعد. عنوان الكوافير كان في حاره شعبيه، كانت منطقه كلها عارفه بعض يعني. وعشان ما حدش ياخد باله ان في حاجه غلط، انا ركنت العربيه بعيد شويه وبدات ادخل على رجلي وانا لابسه العبايه والنقاب. ومن حسن حظي يا جدع ان الحاره كان فيها زي فرح او حاجه زي كده، فكان فيها ناس من بره الحاره كتير. وقتها ما لقيتش غير ست كبيره قدامي كده، وقفتها وسالتها على عنوان الكوافير او مكانه يعني. انت بتقولي ازيك يا بنتي، انت من طرف العروسه ولا من طرف العريس؟ لقيت نفسي بقول لها انا صاحبه العروسه يا حاجه. لقيتها بتبص لي من فوق لتحت وبتقول لي اهلا وسهلا باي حد من طرف امينه. اعتقد امينه دي العروسه يعني، دي امينه دي ست البنات. وقعدت تدعي طبعا وربنا يتمم لها على خير يا بنتي، وانا ايه الكلام ده. قلت لها الله يخليك يا حاجه، ممكن بس تشاوري لي كده اروح الكوافير بتاع الست وعد دي ازاي؟ وفعلا يا جدع وصفت لي الطريق، والست وعد ما خيبتش ظني الحمد لله، وطلعت زي ما كنت متوقع بالظبط. ست لتاته وبترغي كتير. من ساعه ما دخلت الكوافير وهي مش سايبه ودان حد لحد اما خلصت وخدت بالها اللي انا مستنيه. لقيتها فضلت بصالي كده وقالت اتفضلي يا ست هانم، شكلك مش من المنطقه هنا، لحسن انا عارفه المنطقه كلها وعارفه الست وبدات بقى تشتغل. ولما قالت ان هي عارفه الكل يا جدع، خفت اقول لها انا غريبه، هتقول لي طب انت عرفتي المكان منين؟ خفت اقول لها انا من المنطقه، تقول لي انا اول مره اشوفك. فاستخدمت نفس الحيله اللي طلعت معايا بالصدفه مع الست الكبيره او الحاجه اللي انا قابلتها في اول الحاره، وقلت لها انا صاحبه امينه العروسه. لقيتها بدات ترحب بيا وبدات تتكلم عن امينه دي من ساعه ما اتولدت لحد ما هتجيب عيال. وبصراحه من جوايا كان نفسي الطش قلم اخليها ما تعرفش تتكلم تاني من كتر اللي هي بتقوله. المهم مسكت نفسي وفضلت يمين وشمال معاها كده بحاول اخليها تتكلم عن نفسها، وهي بصراحه في وضعها مش محتاج غير ان انت بس تديها طرف خيط، ولو سبتها بقى تاخد راحتها في الكلام هي هتقول لك على كل اللي نفسك فيه. فما لقيتش غير دخله واحده ليها، وقلت لها بقول لك يا ست وعد، ما تعرفيش حد بيدي دروس خصوصي، مدرس كده ابن حلال لحسن ابني مغلبني، ومش مهم الفلوس، المهم المدرس يكون بيراعي ربنا. لقيتها بتقول لي عز الطلب يا ست يعني. هيثم جوزي ده مدرس اصلا وبيتقي ربنا ويعرف ربنا كويس، بس حظه يا حبه عيني منيل. ولسه هتبدا تكمل وقمت انا مقطعها في الكلام على طول. قلت لها ايوه ما هو الناس الكويسين حظهم بيبقى قليل، حتى اقرب الناس ليهم. حاولت بقى اللي انا اجيبها يعني، قلت لو حتى اقرب الناس ليهم برضه بيبقى وحشين معاهم. هي سمعت الجمله دي يا جدع وكانها خرطوم ميه ورش في وشي وبدات ترغي يا جدع. يا عم خلاص بقى، وبدات ترغي يا جدع من غير حتى ما تاخد نفسها، وقالت لي عندك حق يا ست يعني، ما انا عايز اقول لك ان اقرب القرايب هم اللي وصلونا للي احنا فيه ده. وصدق الاقارب عراقب، لا استنى، الاقارب عقارب يعني، الاقارب عقارب. ابو جوزي كان راجل على الله وكان ملتزم، وهو اصلا اللي جوزنا انا وهيثم. بس اخواته بقى عبد الرحمن وهند كانش عاجبهم ازاي يتجوز بنت زي ملتزمه وبتراعي ربنا في جوزها وعيالها. شفت الحواجب ولا؟ انا عايز اقول لك ان ابو جوزي ده مات بسبب البنت اللي ما تتسماش هند دي، اللي كانت سايبه تمشي على حل شعرها. حتى كان كل لما يجي لها عريس بتطفشه عشان حلوه حبتين. بس ده مبرر يا ست هانم ان هي تقلع الحجاب وتفضحنا على البتاع الانترنت ده وتغني وترقص وتعرض جسمها للي راح واللي ما جا مش عارف ايه. ما ينفعش ليه يا ست هانم؟ ده كل يوم بتعرف واحد شكل، احيانا حاسس ان انا اللي نمام فيه. ودي ميزه ان تكون واحده او بنت او ست هي اللي كاتبه القصه او هي مؤلفه القصه، عشان خاطر في الحتت دي هتبقى شاطره شويه. وبرضه عذرا المزتين الحلوين اللي كانوا في كايرو فيستيفال اللي شافوني وكانوا مكسوفين يجوا وبتاع، انا شفتكم بس عملت عبيط وعملت نفسي مش شايفكم. انت اللي ضيعتي الفرصه يا مزه منك ليها ان احنا نسلم على بعضينا ونتصور. انا عارف ان كان معايا اطفال كتير بس كلهم ولادي يعني، ولاد اختي كتير كده. المهم يا جدع انا اسف على المزتين. والست وعد مكمله نم وقامت قايله لا، ولا عبد الرحمن ده ربنا فتحها عليه بس ما نعرفش ازاي في يوم وليله، وبقى تاجر مقاولات وعنده مستشفيات واملاك ما تمسكش فيها النار. ده بعد ما كانوا جيراننا في نفس الحاره هنا. ورغم
رغم ان جوزي راح له كتير بعد زن كتير مني ان جوزي يروح يطلب منه مساعده ولا حاجه، راح له فعلا بس كسفه ورجعه مكسور الخاطر، ربنا ينتقم منه مطرح ما راح. قال ايه؟ هو كاتب كل املاكه باسم ابنه سليم، وقامت راقعه الضحكه وقالت قال يعني كده ابنه هيسامحه مثلا؟ لسه كنت هسالها بقى اقول لها طب يعني ابنه هيسامحه ليه؟ لقيت كريم بيرن عليا، فما لقيتش غير انا بقول لها طب استعجلي يا ست وعد بس عشان جوزي بيرن عليا، ويا ريتني ما قلت كده. لقيتها مغيره الموضوع وبدات تطبل لنفسها وعن قوتها في عالم الكوافيرات وقص الشعر وما الى ذلك، وقالت لي ده انا هخليكي اجمد من اليسا، ده انا عايز اقول لك ان جوزك مش هيعرفك بعد ما تطلعي من عندي. وهي الصراحه يا جدع بعد اللي عملته فيا انا الجن يخاف يبص لي. فجاه لقيت التليفون بيرن تاني، بس كان قاسم هو اللي بيتصل بيا، بس المره دي ما عرفتش ان انا كنسل لان لقيتها متمسكته كله بتوطي لي التلفزيون كمان، كانت مشغله اغاني عليه. ما هي ست حشريه بقى والعياذ بالله يعني منها، فهنعمل ايه؟ فاضطريت ان انا ارد يا جدع. وقبل ما قاسم يرد او يفضحني لان طبعا الصوت هيبقى واضح، قمت قلت لقاسم وحشتني يا حبيبي، العيال ساكتين ولا بيغلبوك يا بابا؟ لقيت قاسم فضل ساكت لثواني كده وانا على اعصابي لحسن يبوظ الدنيا، وفجاه لقيته بيقول لي لا ساكتين يا روح قلبي، هترجعي امتى؟ احنا مستنيينك. قمت انا قايل له هي نص ساعه بالكتير يا حبيب القلب يا فؤاد الروح يا زيتونة عقلي. ولقيت قاسم بيرخم عليا في التليفون اصلا وبيقول لي طب ما تتاخريش عشان وحشتيني يا روح الروح يا صفحات كتاب قلبي، وخلي بالك احمد ابننا عملها عليا وطرطش، ونور عاوزه ترضع بس انا ما عنديش امكانيات ان انا ارضعها يا ولد. ساعتها انا ما قدرتش امسك ضحكتي لانه تقمص الدور زياده عن اللزوم يعني. المهم قمت قافله معاه. اول ما قفلت معاه لقيت الست وقاعده بتقول لي باين ان جوزك بيحبك يا ست هاني، ربنا يبارك لكم لبعض، انها كانت نطه جوه المكالمه. قلت لها تسلمي لي يا اختي، يا اختي يا اختي عليك انت يا قمر يا عسل انت، انا عشاك يا بنت اشفطك. شفت البتاع ده على التيك توك ومضحك فشخ. هي خلصت من هنا انا خرجت طياره على عربيتي لان كانت عاملاني شبه الجن اصلا، وقمت رن على كريم وانا بمسح البلاوي اللي هي عملتها فيا. اول ما كريم رد قلت له ها عملت ايه؟ لقيته بيقول لي ان هو مسك طرف خيط كويس وان هو بقى معاه معلومات مهمه. سالته على قاسم فقال لها هو رن عليا بس انا كنت مع الراجل بتكلم، فانا كده كده هكلمه دلوقتي ونتفق ان احنا نتقابل بالليل. وفعلا اخدت بعضي وطلعت على البيت وبدات اكتب المعلومات اللي انا لميتها على خريطه الحقيقه بتاعتي. وانا دايما بكتب كل حاجه على خريطه الحقيقه دي عشان ما توهش وتبقى كل حاجه مترتبه قدامي. وخريطه الحقيقه دي زي ما انت تخيلتها بتاعه كده على الحيطه، بحط فيها الصور بالدبابيس واقعد اربط الحاجات ومش عارف ايه وشغل مسلسلات وافلام يعني. وبعد فعلا لما رجعت وخدت الدش وكتبت كل حاجه على مش عارف ايه الحقيقه دي، قررت ان المحطه الجايه بتاعتنا تبقى سليم. وفعلا اتقابلت بالليل مع الشباب وبدانا بكريم وبدا يقول لنا اللي عرفه، وبصراحه كل اللي عرفه ما صدمنيش يعني. قال انه عرف ان هند بنت حلوه وزيها زي اي بنت حلوه بتحب لمه الناس حواليها، وبسبب ان هي عدت ال40 من غير جواز فده لوحده كان عامل لها عقده. واصلا نسبه كبيره من الستات متبقاش متقبله فكره انها كبرت وخلاص بقى، وبتبقى مستعده تعمل اي شيء عشان تحس ان هي لسه شباب. ده كمان لمه الشباب والولاد حواليها بتحسسها بنفسها المريضه وبتحسسها بانوثتها قوي. واللي عرفناه من صاحب كريم كمان ان هند كان عندها معجب بس مهووس بيها، كان دايما وراها ودايما بيقرب منها. ده غير ان هي اصلا اديته فرصه انه يتكلم معاها وضحكت عليه وكانت وعده بالجواز كمان. وبعدها طبعا راحت لراجل تاني، والشاب المهووس بيها ده عمل فيديو وقال ان هي لو مش ليه مش هتبقى لحد تاني. ده غير انه هو عمل مشاكل كتير لما مثلا يبقى عندها لقاء صحفي والصحفي مثلا يقول لها كلمه حلوه يبدا يتخانق معاه، فهو مجنون اصلا. وبكده بقى قدامنا احتمالين لقتل هند، الاول المعجب المهووس بيها ده، والتاني هيثم اللي كان فيه عداوه بينه وبين اخوه وبين هند. وبعد كده حكيت لهم انا كل اللي انا عرفته من وعد مرات هيثم كوافيره. بقى كمان عندنا احتمالين كمان لقتل عبد الرحمن ومراته. الاول هو هيثم بسبب اللي عمله مع عبد الرحمن لما كسر خاطره وانه ممكن يكون حائد عليه بسبب الموقف ده. والتاني هو سليم عشان الحاجه اللي قالتها لي وعد اللي ما تخليش سليم يسامح اهله، والحاجه دي اللي ما لحقناش نسمعها طبعا اللي اعرفها بكره. وعشان كده قاسم قال ان هو هيحط هيثم تحت المراقبه وان لازم ما يغيبش عن عينه، واننا لازم فعلا نعرف كل تحركاتهم بالاخص هيثم عشان هو يعتبر متهم في الجريمتين او مشتبه بيه في الجريمتين. وقررنا ان احنا نشوف طريقه نقرب منها لسليم، واتفقنا ان لو اي حد فينا عرف حاجه يتصل يبلغ الباقي. انا في الوقت ده يا جدع كان الصداع هيفرتك دماغي. سبتهم وركبت العربيه، بس اول ما ركبت العربيه افتكرت ان انا دايما بيبقى معايا بنادول يعني في العربيه، وانا حد من الناس لما بيجي له صداع جسمي بيبدا يترعش، ممكن كمان يغمى عليا وممكن يحصل لي حاجات، وكل مره اقول هروح اكشف بس بنشغل في الموضوع يعني وما بروحش. وفعلا يا جدع لقيت الشريط بتاع الدواء، بس وانا بدور على ازازه الميه جسمي بدا يترعش والشريط وقع من ايدي. اول ما نزلت تحت كده عند الدركسيون والحاجات دي عشان ادور على الشريط لقيت حد بيخبط على ازاز العربيه. اتعدلت يا جدع ببص في
الازاز لقيت نفس البنت الصغيره بتاعت كل مره. انا كل اللي قدرت افكر فيه ان انا احاول انزل من العربيه، وقتها لقيت جسمي اتشل زي كل مره، بس الزياده ان كان جسمي كله بيترعش. الحاجه الوحيده اللي كنت اقدر احركها هو لساني، كنت عامله زي المتبنج بالظبط. كل اللي قدرت اعمله ان انا احاول اهدي من نفسي، وخدت نفس وبدات اهدى شويه وقمت قايله: وانت عايزه مني ايه؟ وليه بتطلعي لي في كل مكان؟ وانا عملت لك ايه لكل ده؟ لقيتها بتقول لي وهي عماله تلعب في ازاز العربيه بصباعها: ما كانش ذنبك ولا ذنبي، احيانا بندفع ثمن اخطاء غيرنا، وزي ما هم ظلمونا هيدفعوا الثمن. بدايه الظلم عند الجاهل اللي بيدعي العلم وهو الطويل. خلي بالك قربنا نوصل، ولو سمحتي ما تستسلميش. ولقيت عينيها اتحركت ناحيه المفتاح اللي في السلسله اللي هي مديهوني ده، وفضلت بصاله جامد. بعد كده لقيت عينيا عماله تزغلل، وحاولت ان انا افتح عينيا واغمض وافتح كده، لقيت البنت اختفت، ولقيت جسمي بدا يفك ويرجع تاني. ساعتها رميت اللي في ايدي وقمت فاتحه باب العربيه على طول، وزي كل مره كالعاده بصيت يمين وشمال وفوق وتحت، بس ما لقيتش حد. بس في اللحظه دي حسيت ان الدنيا بدات تلف بيا، وعينيا بدات تزغلل تاني بس بطريقه ازيد. وفجاه لقيت نور جامد جدا بيضرب في عينيا وجاي ناحيتي بسرعه. في اللحظه دي حسيت ان حد بيشدني من هدومي وقام رماني في الارض. واخر حاجه افتكرتها بعد اللي حصل ده ان انا شفت وش قاسم، وكان واخدني في حضنه قليل الادب وعمال يصرخ وبيطلب المساعده. وفجاه لقيت نفسي فتحت عيني، كان باين جدا ان انا في مستشفى، وكان كريم جنبي نايم على الكرسي. وقتها انا خرجت بس اتسحبت عشان ما صحوش، كنت عايز اقابل اي حد يفهمني ايه اللي حصل. بس اول ما فتحت باب الاوضه لقيت قاسم واقف ومعاه بابا، كانوا بيتكلموا ويضحكوا ولا كانهم عارفين بعض من سنين. ولما جيت اروح لهم لقيت في ممرضه جايه ناحيتي وبترجعني السرير وبتقول لي: انت مريضه، ما ينفعش تقومي من على السرير دلوقتي، انت بتعملي ايه؟ وقتها رجعت على السرير وبدات هي تظبط حاجات كده وتقيس لي ضغط وتحط لي محاليل وتعمل لي حاجات غريبه. بس خدت بالي من اسم المستشفى اللي كان مكتوب على الروب اللي الممرضه لابساه، فسالتها قلت لها: دي مستشفى الهاشم بتاعت الدكتور سليم عبد الرحمن الهاشم؟ قالت لي: اه هي. بس كانت بتقولها بحزن كده، يعني في شغل افلام في عينيها كده. قلت لها: الله يرحمه. لقيتها بصت لي كده قالت لي: وحضرتك تعرفيه؟ قلت لها: لا بس انا سمعت عن الحادثه يعني. وزعلت عليه الصراحه، كان باين عليه راجل طيب جدا. لقيتها بتاوج بقها كده وبتقول لي: ما يغركيش المظاهر يا انسه. قلت لها: في ايه؟ قول كده، كان حد ظالم ومفتري. فقعدت اخد ودي معاه في الكلام بالراحه كده، لحد اما اخيرا فهمت ليه سليم زعلان من والده او متضايق منه، او ممكن ما يصالحوش خالص او يغفر له للي عمله. بصراحه الموضوع صدمني جدا. وهنا لقيت والدي وقاسم داخلين عليا الاوضه. وقتها الممرضه متسايبانه وخارجه، وانا كنت في حاله صدمه يا جدع من اللي سمعته من الممرضه، وكان باين عليا. لقيت بابا بيقول لي: هو انت كويسه يا بنتي يا ليليان؟ قلت له: الحمد لله بابا كله تمام يا زميلي، بس لو سمحت خرجوني من هنا، انا مش عايز اقعد هنا، خرجوني من هنا. لقيت قاسم بيقول لي: مش قبل ما يجي الدكتور ويطمنا عليك الاول. وقبل ما يخلص الجمله بتاعته اصلا لقيت باب الاوضه بيخبط وبيتفتح، ولقيت سليم داخل علينا. انا استغربت الصراحه دخلته يعني، بس لقيته بيبص لي بيقول لي: انت كويسه يا استاذه ليليان؟ فقلت له: اه الحمد لله كله كويس. لقيته بيقول لي: انا امبارح اما شفتك داخله المستشفى قلت له: المريضه دي تخصني وانا اللي هتابع معاها كمان الحاله. وانا كنت ساكته يا جدع وبصله اللي هو ها بعدين. فهو زي ما يكون فهم شيء مختلف وقال لي: اوعي تتفاجئي اللي انا في المستشفى وسايب عزا امي وخالتي وعمتي وجدتي وكل اللي ماتوا دول. لقيت قاسم هو اللي رد عليه وقام قايل له: اكيد عندك شغل مهم او حاجه مهمه تخليك تسيب شيء زي ده. قال له: فعلا يا فندم، وكمان الدنيا بتستمر وما بتقفش على حد، وانا دكتور في ارواح ناس مسؤول عنها، وهم راحوا لله احسن مننا، ربنا يغفر لهم ويتولاهم برحمته. ردوده الصراحه يا جدع كانت غريبه ومش مطمنه كده. ساعتها فضلت ساكته، بس بصيت لقاسم لقيته بيغمز لي كده اللي هو خليكي ساكته. ولقيت قاسم مكمل معاه وبيقول له: هو احنا نقدر نخرجها النهارده يا دكتور؟ قال له: اه طبعا، بس كل المطلوب ان هي تعمل اشعه على راسها وتجيبوها لي في اقرب وقت. قال له: حاضر يا دكتور عينيا. وقتها لقيت سليم بيسلم علينا، ولقيته بيعتذر لي تاني على اللي عمله هيثم عمه معايا لما اتخانق معايا في الشارع، واخد بعضه وخرج. ولقيت قاسم محصله وخرج بره، اكيد كان رايح يدفع بقى الحساب ويعمل بقى الحركات الجدعانه دي. وانا فعلا خلصت المحلول اللي في ايدي وقمت قايمه ولابسه هدومي وظبطت الدنيا. بس في اللحظه دي لقيت قاسم داخل متصربع كده، فبقول له: مالك؟ قال لي: مفيش بس لازم انزل حالا. ولقيته قام منادي على كريم وخرجوا بره وقعدوا يتودودوا كده مع بعض، وانا كان لازم اعرف ايه اللي بيحصل. المهم روحت البيت يا جدع وفضلت مقضيها اليوم. والدتي طلبت مني ان انا اتصل بصحابي اللي تعبوا معايا في المستشفى عشان يتعشوا عندنا ونعزمهم. فعلا كلمتهم، وفعلا كانت سهره لطيفه والجو تمام. بس قبل ما يمشوا كنا قاعدين بنشرب الشاي، قمت انا مميله على كريم كده وبدات اساله اقول له: هو ايه اللي بيحصل؟ انتوا كنتوا بتتودودوا على ايه؟ هو بدا يتوه في الكلام يعني، بس انا من النوع اللي ما بيحلش غير اما ياخد اللي عايزه. المهم يا جدع ان كريم صدمني لما قال لي ان هيثم اللي المفروض مشتبه بيه في الاتنين
سليم جوز الكوافيره عمل حادثه بعربيه هو و2 اصحابه ومات النهارده الفجر. ولقيت نفسي بكل تلقائيه وما كنتش اقصد قلت له هو الطويل كان معاهم؟ قال لي طويل؟ طويل مين؟ قلت له طويل ده صاحب هيثم بيقولوا له يا طويل. وهنا لقيت قاسم بيقاطعنا في الكلام وبيقول لي انت قلت الطويل، انت تعرفيه منين؟ وهنا لقيت كل اللي قاعد ساكت وبيبصوا لي، ها عرفته منين؟ وانا في اللحظه دي كان عقلي واقف ومش عارف افكر. كنت خايف احكي لهم على موضوع البنت يفهموني غلط، والطبيعي ان هم مش هيصدقوا اللي انا بقوله، بس الموضوع كبر وفي ناس عماله تموت، ولو حتى دي تهيؤات فممكن تساعدنا في شيء. فقررت ان انا احكي لهم اللي بيحصل معايا واللي يحصل يحصل. اول ما فكرت بس يا جدع اللي انا اقوله، لقيت البنت الصغيره دي ظاهره لي في ركن من الاوضه كده، كانت وقفه غريبه وعماله تميل راسها على الجنب وتبص لي جامد، بس كان شكلها غضبان جدا. ومره واحده لقيتها ابتسمت وقامت حاطه صباعها على بقها كانها بتقول لي هش تتكلميش. بس الغريب ان الكل كان باصص لنا ومحدش بص ناحيه ما انا ببص، يعني معنى كده ان محدش شايفها غيري. فقررت اتاكد اكتر، قلت لهم هو ايه اللي في زاويه الاوضه دي؟ فالكل بص ناحيه البنت بس برضه ما كانش في حد فيهم شايفها. وقتها قلت لهم معلش تلاقي الستاره اتحركت ولا حاجه. والبنت كانت واقفه زي ما هي وحاطه ايديها على بقها وبتقول لي ما تتكلميش. وبعد الجمله دي لقيتها اختفت. وهنا لقيت نفسي برد عليهم لوحدي وبقول لهم مش عارفه والله، انا فاكره ان واحده قالت لي حاجه زي كده يعني. فلقيت قاسم قال لي هو الطويل اللي كان معاه في العربيه فعلا، ومات هو وهيثم في الحادثه وصاحبهم التالت في العنايه دلوقتي. وقتها استاذنتهم وقمت داخله اوضتي بسرعه. بجد كنت في جو ضغط ورعب شديد عليا، لدرجه ان انا حسيت ان عادي يعني ده موت او حاجه زي كده، موتوني المهم اخلص من اللي انا فيه ده عشان انا مش فاهمه حاجه. قمت فارده نفسي على السرير وانا مقتنعه جدا ان كل اللي بيحصل ده ليه علاقه بالبنت خلاص الصغيره دي، وان البنت دي مش جن او عفريت. اعتقد البنت دي روح، وروح غضبانه كمان، رغم ان انا بصدقش في الكلام ده. ولو هنتكلم بالمنطق اكيد الروح دي عايزه تنتقم، بس ليه؟ وايه سر العيله دي؟ وايه دخل الاستاذ ولا الطويل ده في العيله اللي كلها ماتت دي؟ المهم التفكير كان كتير يا جدع، كتير جدا، لدرجه ان الوقت سرقني ولقيت الساعه بقت 4 الفجر وانا على السرير زي ما انا، واهلي اكيد ناموا وكل مشي، وانا كنت يعني محتاجه جدا ان انا ارجع بيتي. اولا محتاجه اللابتوب بتاعي، لان قاسم قال لي ان هو بعت لي ايميل في كل المواقع وصفحات الفيسبوك بتاعت عيله الهاشمي. فزي المجنونه واخده بعضي ولابسه ونازله وراحه على بيتي. عملت قهوتي جميله وجبت اللابتوب وفتحت الايميل، بدات ادور في المواقع بتاعتهم واحد واحد. ولاحظت ان في الحساب بتاع سليم مفيش ولا صوره ليه هو ومراته مع بعض، وكل صوره يعتبر مع بنت تانية كده، اعتقد دي مثلا حبيبته قديمه او حاجه زي كده. بس في حاجه غريبه، معرفش ليه كنت حاسه ان البنت حبيبته او اللي متصوره معاه كتير دي انا قابلتها قبل كده، مش عارفه فين او امتى، بس متاكده ان انا شفتها قبل كده. والصفحه بتاعت ابوه كانت كلها اعلانات للشركات بتاعته للمستشفى بتاعته، وكم صوره عائليه بسيطه. وخالته اللي هي مرات ابوه ما كانش عندها حسابات على المواقع اصلا، اعتقد ان هي ما كانش يفرق معاها الكلام ده يعني. وهند الغنيه عن التعريف، مش محتاجه ان انا ابص لحساباتها لان اكيد الكل بيتابعها. وبالنسبه لهيثم كانت صفحته كلها حاجات دينيه. المهم يا جدع كان في حساب ناقص كنت محتاجه ان انا اوصل له، اللي هو حساب الطويل. المهم فضلت ادور عند هيثم بما انهم اصحاب لحد ما فعلا لقيته. بس لما دخلت عنده كانت صفحته غريبه بصراحه، بينشر فيها او البوستات اللي هو بينشرها كلها رموز غريبه، رموز شيطانيه، صور لحاجات غريبه ليها علاقه بالسحر والشعوذه والدجل. كل ما يتعلق بامور السحر بيعمل له شير، صور للاماكن اللي الجهله بيروحوا يتباركوا فيها. مشير برضه اليوتيوبر الغريب ده اللي اسمه الديب وهو بيتكلم عن الجن والعفاريت. من اخرها كانت حاجات كلها شرك والعياذ بالله، ما عدا الديبو طبعا، ها خلينا واضحين. المهم يا جدع ببص في ساعتي لقيتها وصلت ل 8 الصبح، كمان الوقت سرقني وانا قاعده بسرش على الحاجات دي. اتصلت بقاسم وبكريم وطلبت منهم ان احنا نتقابل بعد ساعه في الكافيه اللي جنب الشغل عندي. وفعلا غيرت هدومي ونزلت ووصلت قبلهم وقعدت في المكان اللي بنقعد فيه دايما. وانا قاعده مستنياهم لقيت عم لقمان اللي هو صاحب الكافيه بيقعد قدامي كده على الترابيزه، وانا كنت سرحانه اصلا وما خدتش بالي ان هو قاعد اصلا غير لما قال لي وانت كويسه يا ليليان. ساعتها فوقت كده قلت له كويسه يا عم لقمان كله تمام. قال لي تعرفي يا بنتي اللي انت ما بتعرفيش تكذبي، عمك لقمان ما تعرفيش تكذبي عليه. ساعتها بصيت في الارض واتنهدت كده كاني بطلع حمل جبال وقلاع من الاسام. فقلت بقول لي مالك يا بنتي، قولي لي احكي لي ايه اللي مغيرك الفتره دي ودايما سرحانه كده. بصراحه يا جدع كنت محتاجه اي حد يسالني السؤال ده. صراحه يا جدع عم لقمان من الناس اللي تستريح لهم وتثق فيهم من اول مره، اول ما تشوفه كده حد بيعرف يسمع لغيره كويس. وانا اعرفه من زمان وفي ما بيننا مواقف حلوه كتير، وبجد بحسه زي ابويا يعني. المهم يا جدع انا حكيت له كل حاجه بدون زياده وبدون نقصان. لقيته بيقول لي بص يا بنتي، مش كل حاجه في الحياه بتمشي بقوانيننا، الارواح لما بتتشابه بتتلاقى، وانت حد حافظ على فطرته السليمه. انت يا بنتي انسانه نقيه، عشان كده اختارك انت للامتحان الصعب ده. وخلي بالك
اللي بينصر مظلوم ربنا بينصره دنيا واخره، وافتكري يا بنتي ان ربنا ما بيكلفش نفس الا وسعها، ولو هو مش شايفك قد الامتحان كانش حطك فيه. لما تجيلك الفرصه انك تساعدي حد ما تفكريش، عشان ربنا هو المدبر. احنا لو نعرف تدابير ربنا هنفضل ساجدين له طول حياتنا، لاننا هنخجل من رحمته ومن عطفه علينا. مش ممكن يكون كنت هتقعي في مشكله كبيره وربنا حطك في الموقف ده عشان يشوف انت تستاهلي مساعدته ولا لا، واللي بيزرع الخير بيحصده. وهنا يا جدع لقيت كريم وقاسم داخلين علينا المكان، وانا طبعا كنت في حاله السكينه والهدوء بسبب كلام عم لقمان. ساعتها عم لقمان قام وقام مسلم على الشباب وبص لي وقال لي ربنا معاك يا بنتي وياخد بيدك ويجعلك نصرة لكل مظلوم. وانا ساعتها كان الحماس خدني خلاص. فاول ما كريم وقاسم قعدوا قلت لهم بصوا بقى يا شباب، انا هدخل في الموضوع على طول. انا عرفت السبب اللي خلى سليم يكره اهله، وايه اللي مخليه ما بيسامحهمش نهائي وتحسه مش زعلان عليهم اصلا او على موتهم. السبب يا جدع ان سليم كان بيحب بنت رجل اعمال كبير جدا ومعاه فلوس كتير جدا، كانت دكتوره زيه اصلا، وكانوا بيحبوا بعض من وهم صغيرين، وكان كل اللي حواليهم بيحسدهم على علاقتهم اصلا. ده غير ان الدكتوره اللي بيحبها كان اسمها رشا، وكانت محبوبه من الكل ما شاء الله. بس من سوء حظ البنت ان هي بنت الراجل الوحيد المنافس لعبد الرحمن الهاشم، وهما الاتنين كانوا شغالين في مجال المقاولات. ولما ابو سليم عرف بالموضوع طبعا رفض، وكمان بعت حد من رجالته يصور سليم ورشا مع بعض، وبعت الصور لابوها. وطبعا باباها بسبب العداوه ضربها وعذبها وسجنها وشنقها وحبسها في البيت. وخالد سليم كانت مستغليه الموقف بان هي بتبعت شباب مناسبين لحاله رشا او لمستواهم المعيشي عشان يطلبوها للجواز، عشان يخلصوا الموضوع ده ويبعدوهم عن بعض باي طريقه، وفي نفس الوقت ما يبانش ان هم ليهم اي حاجه في اللي حصل مع سليم وانفصاله عنها. وفعلا يا جدع ابو رشا وافق على واحد من العرسان اللي جم، وخطب بنته غصب عنها ليه. وفي ليله فرحها هربت من الفرح واختها اللي ساعدتها، وعرفت توصل عند سليم فعلا، بس ما كانتش تعرف ان اهله بالوساخه دي، لانه وقتها كان سليم اصلا مش في البيت، كان قاعد عند اصحابه. واهل سليم هزقوها وطردوها من البيت ومرضوش يستقبلوها، وبعد كده راحت رمت نفسها قدام عربيه عشان تنتحر. بس بدل ما تموت حصل لها نزيف في الدماغ وتلف في انسجه المخ، وبسبب اللي حصل لها فقدان ذاكره، وحصل لها خلل في مناطق معينه في المخ ليها علاقه بالاداء العقلي بتاعها. يعني نقدر نقول اتجننت نوعا ما. المهم يا جدع ان رشا دلوقتي بقت في مستشفى الامراض العقليه والنفسيه، وانا طلبت من قاسم ان هو يعرف عنوان المستشفى دي. وفعلا يا جدع قاسم مسك تليفونه وعمل مكالمته في السريع، وجاله الرد اللي زود الدنيا عك. ادوله العنوان بس قالوا له ان هي هربت من المستشفى يوم 8/8، وده نفس اليوم اللي اتقتل فيه عبد الرحمن الهاشم ومراته. وقتها كريم قال بس في حاجه غريبه انتوا مش واخدين بالكم منها ولا ايه؟ هي ليه لما هربت من الفرح وراحت له البيت وما لقيتوش، بدل ما تدور عليه حتى لو هم طردوها من البيت راحت تنتحر؟ وساعتها كلنا سكتنا وبصينا لبعض، وقاسم قال كده في حلقه مفقوده فعلا، في حاجه احنا مش عارفينها ولازم نعرفها. المهم يا جدع ان التحقيق كان لازم يتعاد ويرجع لنقطه الصفر تاني، واحنا الثلاثه كنا متفقين على كده، وده بسبب موت هيثم في الحادثه ورشا اللي اختفت فعقدوا الدنيا على الاخر. فسالت قاسم لو يقدر يجيب اذن تفتيش تاني لبيت عبد الرحمن الهاشم. وكريم ساله سؤال مهم برضه وقال له هو مين اللي بلغ عن الجريمه اصلا بتاعت عبد الرحمن الهاشم؟ وطلع اللي بلغ عن الجريمه هو البواب بتاع البيت اصلا. وفعلا اخدنا بعض وطلعنا على البيت، او بمعنى اصح موقع الجريمه. واول حاجه عملناها اللي احنا جبنا بواب العماره، بس كان شكله واد مش سهل خالص، يعني بيستعبط في الكلام، وكان شكله في حاجه غلط مخبيها، لدرجه ان انا ما كنتش مقتنع ان هو بواب اصلا. وقال لنا ان عبد الرحمن يوميها بعت له فويس وقال له فيه ان هو عايزه يطلع يغير الانبوبه، وقال ان هو ما شافش الرساله دي غير بعد ما اتبعتت بساعتين، ولما طلع لهم ميتين. وقتها بلغ الدكتور سليم، والدكتور سليم قال له انه يبلغ البوليس بسرعه. المهم يا جدع دخلنا البيت بتاع عبد الرحمن، وكريم ابتدى ياخد شويه صور في كل مكان، وبدانا نفتش الشقه كلها بس مفيش اي حاجه ملفته عامه. وفجاه يا جدع التليفون بتاع قاسم رن، كان الدكتور بتاع الطب الشرعي، وقال له ان سبب الوفاه بسبب ماده اسمها السيانايد او السيانيد، ودي ماده يا جدع شديده السميه اتكلمنا عنها في الفيديو بتاع البت الهنديه في قناه الديب والاسف، فاعتقد ان انا مش محتاج اشرحه تاني. المهم ان نقط من الماده دي كفيله تقتل اي بني ادم، بس ايه اللي جاب الماده دي عندهم وازاي وصل السم لجسمهم هما الاثنين؟ المهم يا جدع نزلنا من البيت، واحنا نازلين الشنطه بتاعتي وقعت من ايدي والورق اترمى على الارض. ولما الشباب شافوا كده قلت لهم انزلوا انتوا عقبال ما الم الورق واستنوني في العربيه. كنت مقطع يا جدع وبلم الورق وانا متعصبه اصلا من الحركه دي. وفجاه يا جدع وانا بلم الورق من على الارض لقيت في ايد مسكت ايدي، بس كانت ايد صغيره اكيد البنت اللي بتظهر لي، بس المره دي قدرت اشد ايدي من ايديها وارجع كام خطوه لورا كده، ولقيت نفسي بقول لها بعيدي عني، هو انت شيطان ولا ملاك؟ انا مش عارفه انت مين ومش عارفه اخلص منك ازاي، اكيد انت السبب في قتلهم، وازاي عايز انا اساعدك وانت عماله تقتلي فيهم؟ وانا بقول الكلام ده يا جدع لقيت في زي ايد لفت حواليا من ورايا كتفتني لدرجه ان انا بقيتش قادر اخد نفسي ولا حتى ان انا ازعق او اتكلم. ولقيت البنت الصغيره
بتقرب مني وبتمسك الايد اللي مكلبشه جسمي وبتنزلها كانها بتقول له ما تكلمهاش او ما تكلبشهاش. في اللحظه اللي الايد اتشالت من على جسمي لقيت نفسي بقى على الارض وعمال اكح. ببص ناحيه اللي كان مكلبشني فلقيته الملك اللي كان في الحلم او في الرؤيه او في الحاجه اللي انا شفتها وانا في الكافيه ده. ولقيت البنت الصغيره بتمسك ايدي بس كانت ايديها متلجه المره دي زي التلج بالظبط. بتقول لي مش انا اللي عملت كده، هم اللي بيعملوا كده. انا خدت طاري وطار اهلي وحقدهم ونفوسهم الضعيفه هي اللي ساعدتني على ده. وقتها افتكرت كلام عم لقمان لما قال لي اللي بينصر مظلوم ربنا بينصره، وان لما تجيلي الفرصه ان انا اساعد حد ما حاولش افكر واساعد على طول. ده غير ان انا عندي شعور تجاه البنت دي، يعني شعور بالحنيه كده، بس بحاول اهرب منه طول الوقت. وده بسبب عقلي اللي رافض اصلا كل الحاجات الغريبه اللي بتحصل دي. ووقتها قلت لها لو انت فعلا عايزاني اساعدك فساعديني انت، فهميني ايه اللي بيحصل وليه لي اعمل ايه او ابدا منين. انت بتقول لي النهارده هتعرفي كل حاجه. عايزه تعرف انا مين؟ روحي الام الطويل في بيتها. وفي لمح البصر يا جدع اتبخروا الاتنين من قدامي ولا كانهم كانوا موجودين. بدات اللي انا الم حاجتي الباقيه اللي كانت واقعه على الارض بسرعه، وركبت الصاروخ في رجلي وجريت على العربيه على طول. وقتها قاسم وكريم اتخضوا من طريقتي اصلا وانا متسربعه بيقولوا لي مالك في ايه. واول ما دخلت العربيه بصيت لقاسم وقلت له انا عايز عنوان الطويل دلوقتي حالا. قال لي طب اهدي بس، عايز عنوان البيت بتاعه ولا عنوان المدرسه اللي كان شغال فيها؟ قلت له انا عايز اقابل والدته باي طريقه. قال لي طب في ايه؟ قلت له عايز اقابل والدته لو سمحت. وفعلا قاسم مسك تليفونه وبدا يعمل مكالمات، وكريم عمال يزن عليا وعايز يعرف هو في ايه وانا ليه عايز اروح لها بالطريقه دي. وانا كنت في عالم موازي خالص، كل اللي يهمني اللي انا اعرف عنوانها واروح لها. كريم اخر ما زهق مني قال لي انت طول عمرك عنيده، وقام ماسك الكاميرا بتاعته وبدا يقلب فيها. وقاسم خلص مكالماته واداني العنوان وهو بيدهوني قال لي على فكره الطويل ده ملوش سوابق وشكله نضيف، ملوش غير سابقه واحده بس، ان في حد اسمه هاشم اتهمه ان هو كان عايز يخطف بنته، وان وقتها كان متهم هو وواحد صاحبه، بس صاحبه ده اختفى ومحدش يعرف عنه حاجه. ولما اتقبض عليه وقتها عرف يخرج بسرعه من القضيه دي لانه قال ان هي اللي كانت بتتخطف وان هو المدرس بتاعها وكان بيلحقها. بس الغريب ان العربيه لما اتقلبت بيهم من كام يوم هو وهيثم وواحد كمان وماتوا، اللي كان معاهم في العربيه هو نفس الشخص اللي كانوا بيقولوا معاه وقت الخطف في القضيه القديمه. وقاسم لسه بيكمل كلامه لقيت كريم صرخ بعلو صوته وقال انا عرفت مين القاتل هو البواب. وقتها تركنا العربيه بسرعه قلت له انت عرفت ازاي؟ لقيته بيمسك الكاميرا كده وبيورينا وبيقول لنا بصوا يا جماعه الصوره دي. بصينا في الصوره كانت عاديه، فقال لنا بصوا على الترابيزه اللي في الصوره، بصوا ايه اللي عليها. فكان على الترابيزه شويه ادويه، وكريم قال لنا بصوا مين بيبص على الادويه. فلقينا البواب واقف جنب الترابيزه وباصص على الادويه كويس، وراح قلب كام صوره كده قال لنا وبصوا على الصوره دي. فلقينا ان الادويه اللي كانت على الترابيزه في منها ادويه نقصت والبواب اختفى. فقاسم قال له انت ازاي ما خدتش بالك من حاجه زي كده وصورت الصور دي امتى؟ قال له يوم الجريمه اما كنا بنغطي الحدث. فقاسم قال طب انا هنزل انا دلوقتي وهتحرك انا على الاسم وهعمل استدعاء للبواب واشوف الموضوع ده. وطلب من كريم ان هو يروح معاه عشان هو اللي معاه الاثبات في الصور، وقالوا لي هيبلغوني بالمستجدات اول باول. يعني هم نزلوا من العربيه يا جدع وانا كملت طريقي عشان اوصل لبيت الطويل. كان في نفس الحاره اللي عايش فيها هيثم وفيها الكوافير بتاع الست وعد الرغايه. وفعلا وصلت البيت بتاعه وخبطت، ووالدته فتحت لي وخدت العزا. ووالدته كانت ست طيبه جدا، كانت ست مؤمنه وراضيه بقضاء الله يعني، وكلمه ربنا وكلمه الله في لسانها دايما وهي بتتكلم. قلت لها ممكن يا حاجه اتكلم بس معاكي شويه؟ قالت لي طبعا يا بنتي اتفضلي معايا. خدتني ودخلتني اوضه كده اعتقد دي اوضه الطويل من شكلها يعني، وقعدتني على طرف السرير وقالت لي اتفضلي يا بنتي قولي اللي انت عايزاه. قلت لها بدون مقدمات يا حاجه انا ما كنتش عايز افتح معاكي يعني الموضوع بالشكل ده، بس اللي شجعني ان شفت حضرتك عارفه ربنا وصابره وراضيه بقضاء الله. قالت لي الحمد لله يا بنتي قولي في ايه. وقتها عرفتها بنفسي وعرفتها اللي احنا شاكين ان الحادثه دي مش صدفه وان الموضوع كله مبرر وفي حاجات بتحصل من الخفا يعني. وعرفتها ان انا بعمل كده عشان اجيب حق الناس. وطبعا سالتها لو في اعداء لو في مش عارف ايه الاسئله العاديه المبدئيه يعني، وقلت لها تحكي لي عن الطويل شويه عشان افهم. بدات كلامها يا جدع بتنهيده ونزلت راسها في الارض كده وقالت لها انا كنت عارفه ان اليوم ده اكيد هيجي وهقدر اقول اللي انا عايزاه وكل حاجه هتنكشف وهتتعرف. بص يا بنتي انا ابني ده كان حد طيب جدا وكل الجيران بيحبوه وكان ليه اصحاب كتير جدا وحافظ كتاب الله وكل الطلاب بتوعه بيحبوه، لحد اما اتلم على واحد كده بيقولوا ان اسمه ابو نواف وان ده راجل خليجي عربي كده كبير في السن هو، بس الراجل ده ما كانش كويس، كان بيدعي دايما ان هو رجل من رجال الله وعامل فيها شيخ، وانا كنت متاكده ان هو عامل فيها شيخ ومجمع حواليه شباب كتير زي ابني الطويل كده، مع ان في الحقيقه ابو نواف ده كان ساحر
وبيشتغل في امور الدجل والشعوذه، بس ما اعرفش ازاي كان مقنع لابني قوي لدرجه ان هو ما كانش مصدقني لما بقعد اقول له الراجل ده مش كويس. قلت لها طب يا حاجه كان في قصه كده ان هو كان عايز يخطف بنت صغيره او حاجه زي كده، ايه القصه دي؟ انا كل اللي اعرفه يا بنتي ان ابو نواف اقنع ابني ان البنت دي ذريه الشيطان، وانها لما تكبر هتاذي كل اللي حواليها، واقنعه ان لازم يضحوا بيها لملوك الجن المسلمين، وكل ده عشان يحموا رايه الاسلام ويحموا الناس من شرها. ولما سمعت ابني في التليفون وهو بيتكلم عن قربان وحاجات غريبه، ساعتها وقفته عند حده، قلت له انت ايه اللي انت بتتكلم فيه ده وايه اللي انت بتعمله ده؟ بس هو رفض يقول لي اي حاجه. وتاني يوم على طول لقيت البوليس جاي وبيقبض عليه، ورحنا القسم وعملنا تعهد ان هو مش هيتعرض للبنت دي تاني، وقال ان هو كان بيحاول ينقذها من عمليه خطف او حاجه كده، بس انا متاكده ان كان في حاجه تانية. وبعد ما خرجنا انا اتعصبت عليه جدا وواجهته بالحقيقه، بس هو انكر، بس سيبني برضه وانا اللي مربيه، فهو كان بيحترمني وبيحبني. لما شافني بدات اعيط وبدات اللي انا فعلا هغضب عليه. قال لي كل اللي انا قلته لك اللي فات ده، والاغرب ان هو كان مقتنع اقتناع تام ان البنت دي كانت ذريه شيطان، وكان مقتنع اكتر واكتر باي كلام بيقوله ابو نواف. وحاولت اقنعه كتير ان الراجل ده مش كويس، ان هو بيستغله وبيضحك عليه وعلى اللي زيه، بس هو برضه كان مقتنع 100% ان هو على حق وان ابو نواف كويس. ابو نواف ده كان مقنعه ان هو من الخدام وعمال النور اللي ربنا سخرهم في الارض عشان يعملوا الخير، انه لازم يطيع اوامر ملوك الجن عشان هم اللي بيساعدوه بامر من ربنا. الصراحه كده انا كنت مصدومه بالكلام اللي هي بتقوله. ازاي شاب متعلم وتقي وحافظ كتاب ربنا وبار بوالدته برضه يكون بالعقليه دي ويضحك عليه بالسرعه دي؟ فاصل اعلاني. الجمله الجايه دي برضه يعني ايه اراء من الكاتب، عشان انا معارض شويه للكلام اللي هيتقال، بس ليليان قالت كده ما كانتش مقتنعه ان في انسان بالعقليه دي يضحك عليه بسرعه، وقالت يا جدع بس مش دين ولا علم اللي هيتحكموا في الانسان وفي تصرفاته، هما بيهذبوه مش اكتر. وعقليه كل واحد فينا بتعتمد على طريقه تفكيره والبصه اللي بيبص للحياه فيها يعني، وبتعتمد على كميه الخير والشر اللي فيه، واللي بايده انه يختار يا الخير وينمي جواه الخير كمان، يا اما الشر ويستسلم لشهواته والافكار الشيطان. وكمان قناعه اغلبنا يعني باننا مجرد اتباع، واننا نسينا ان احنا مخلوقات اكرمها ربنا عن باقي الكائنات وادانا العقل وفطرتنا على الكرامه وعلى عزه النفس. بس اغلبنا النهارده اختار ان هو يريح عقله وافتكر ان المشي مع القطيع أأمن ليه، بالرغم ان هو مش عارف القطيع ده رايح فين ولا جاي منين اصلا. العلم والدين بريئين من قناعاتنا اللي بنزرعها في نفسنا وبنسقيها كمان وبنكبرها. وطبعا في عوامل خارجيه بتساعد وبتاثر على كل ده، بس هي عوامل جانبيه، وحط 100 خط على كلمه جانبيه مش اساسيه، زي المجتمع والبيئه المحاطه بينا. عشان اغلبنا اليومين دول لما بتناقشوا في الكلام ده يقول لك ماليش ذنب والدنيا بقت كده، وعامل دي شماعه الغباء والكسل، وكمان بقينا نفرط في كرامتنا. افاصل اعلاني تاني. ده راي ليليان عشان انا معترض معاه، بس رايي لنفسي ورايها لنفسها، ورايك لنفسك انت كمان يا جدع. افكر في الكلام متوافق معاه ومش متوافق معاه اوكي برضه. نرجع تاني بقى. المهم انا سالت الست العجوزه وقلت لها تعرف توصف لي شكل البنت الصغيره دي؟ قعدت توصف يا جدع، ومن وصفها كان باين قد ايه البنت دي محبوبه، والست ذات نفسها كانت بتحبها جدا. قالت لي كانت جميله وبريئه زي الملاك، بنت مليانه حياه وضحكتها تخطف القلب، بنت فيها شيء غير طبيعي كده يخليك تحبها من غير ما تحس. حتى نظراتها نظرات كلها حنيه، مش نظرات بنت صغيره. عينيها خضرة وواسعه، وبنت ذكيه جدا، مش طويله ولا قصيره. شعرها كان طويل ودايما سايب على كتافها، وبشرتها كانت سمرة وجميله. من اخرها يا جدع كانت بتوصف البنت اللي بتظهر لي في كل مكان وصف دقيق. الفرق ان البنت اللي بتطلع لي كانت دايما حزينه، زي ما تكون شايله هموم الدنيا باللي فيها. قلت لها بقول لك ايه يا حاجه، ما تعرفيش البنت دي ساكنه فين يعني؟ قالت لي والله ما حد يعرف يا بنتي، اهلها ماتوا يا بنتي من حوالي سنه كده، محدش من قرايبها قبل ان هو يكفلها، وانا والله كان نفسي اخدها عندي البيت واربيها واخد بالي منها، لان كان عندي احساس كبير ان ابو نواف ده ليه ايد في موت اهلها. ما اعرفش ليه يا بنتي كنت حاسه بكده، بس خفت عليها ان انا اجيبها هنا، وقعدت ادعي لها والله ربنا يحفظها. قلت لها طب لو سمحت يعني ما تعرفيش اديني حتى عنوان اي حد من معارفها. سكتت شويه كده يا جدع، وحسيت ان هي بتترعش ووشها اتخطف من السؤال. بعدها قامت باصه في الارض تاني وقالت لي ماتوا، وقامت ساكته. وقتها انا استغربت شويه قلت لها كلهم؟ قالت لي اه كلهم ماتوا. قلت لها ازاي مش فاهم؟ قالت لي يا بنتي عيله الهاشم المعروفه اللي ماتوا كلهم ورا بعض ما انت عارفه، وابني كان مع هيثم في العربيه، وابو نواف كان معاهم كمان لما اتقلبت بيهم. قلت لها ايه بقى ازاي؟ انا اللي اعرفه ان عبد الرحمن وهند وهيثم هم دول بس ولاد الهاشم. قالت لي لا، ما هاشم ابو البنت الصغيره ده اخوهم الكبير من مراته الاولى اللي الكل كان بيحلف براسها، وهم دول ولاد دهب البنت الصغيره. قلت لها اسمها دهب؟ قالت لي اه البنت الصغيره كان اسمها دهب. وبعد ما مراته الاولى ماتت بالسرطان اتجوز بقى ام عبد الرحمن وهيثم ورشا. رشا مين؟ قالت
اتجوز ام عبد الرحمن وهيثم وهند. ايوه. ومراته التانية جبرته ان هو ينسى ابنه الاولاني، وربت ولادها كمان على ان هم يكرهوا اخوهم ده اللي من مراته الاولى. وعايز اقول لك يا بنتي عاشوا بعيد عن بعض رغم ان هم كانوا في نفس الحاره. وبقيه القصه ان عبد الرحمن لما ربنا كرمه وساب الحاره، وهند لما اشتغلت على الانترنت والحاجات دي برضه، وهيثم وابوه بس اللي فضلوا هنا. وبعديها هيثم اتجوز وفضل هيثم ومراته هنا. قلت لها طب واهل ام دهب بقى نفسها هم فين ولا محدش جه خدها ليه؟ قالت لي امها كانت البنت الوحيده لاهلها، وكان عندها اخ بس عايش في الخليج. امها وابوها بعد ما جوزوها سافروا عاشوا مع ابنهم في الخليج. قلت لها بس هو ده سبب كافي ان اهل ابوها يسيبوا طفله صغيره ملهاش اي حد يقف جنبها؟ وللدرجه دي الكره ممكن يعمي عيونهم؟ قالت لي مش بس الكره يا بنتي. قلت لها امال في ايه تاني يا حاجه؟ قالت لي كانوا خايفين يحصل لهم زي ما حصل لابوها وامها والشيخ ومراته اللي كفلوها بعد ما ماتوا. لا طب معلش لو تعرفي يعني، هو اشمعنى البنت دي اللي الساحر ابو نواف ده كان عايز يخطفها رغم ان يعني في عيال كتير، اشمعنى دي؟ قالت لي بعيدا عن الحكايه اللي كان ابو نواف بيكذب على ابني فيها، كانوا بيقولوا ان البنت دي مش عارف زهريه ولا حاجه زي كده. واللي اعرفه عن الاطفال دي ان هم بيبقوا كنز للسحر، عشان بيقولوا ان الطفل ده لما بيتقدم قربان مش عارف الجن بيدوا للسحر هدايا وكنوز. لدرجه يا جدع ان هي بدات تشرح لي كمان القربان ده بيتعمل ازاي وبيصفوا دم الاطفال ازاي. وقت انا كنت مصدوم، عقلي ما كانش قادر يصدق اللي بيحصل. يعني ايه البشر يوصلوا للوحشيه والهمجيه دي؟ قلت لها طب معلش هم يعرفوا ازاي ان البنت دي اللي هو الزهري ولا الزهريه اللي انت بتقولي عليه ده؟ قالت لي عمها هيثم هو اللي اكتشف ده اصلا. قلت لها ده اللي هو ازاي بقى؟ قالت لي في يوم كان جاي يسهر عندنا وانا كنت نايمه في اوضتي اللي جنب الصاله، وانت شايفه يعني بيتنا على قدنا صغير ازاي. واول ما دخل يا بنتي مسافه ما ابني سلم عليه لقيته بيقول له عايزك في مصلحه. انا بصراحه ما كنتش بستريح لهيثم ده ولا لمراته اللي لسانها قد الحربايه دي. لقيت ابني بيبص ناحيتي كده وانا عملت نفسي نايمه، لقيته قام متسحب داخل تاني وقافل الباب. انا خفت بصراحه لا ابني يلبس مصيبه ولا حاجه. الصراحه انا قمت اتسحبت وبدات اتصنت عليهم عشان كنت خايفه من هيثم ده لا يودي ابني في مصيبه. ولقيته فعلا بيقول لابني انا عندي ليك مصلحه هتاكلك الشهد وكمان هتعلي مقامك قصاد الناس وقصاد الاسياد كمان. وابني ساعتها ساله وقال له هي ايه المصلحه دي؟ قال له اتقل بس اتصل بالشيخ ابو نواف وخليه يجي وانا هفهمكم كل حاجه. وفعلا ابني اتصل بابو نواف وقال له يا سيدنا الشيخ عايزينك في مصلحه مهمه ويا ريت لو تيجي دلوقتي. وبعدها سمعته وهو بيقول له مستنيينك. وبعد ما قفل قال لهيثم ان ابو نواف قريب ودقيقتين وهيكون وصل. وكلها دقيقتين فعلا ولقيت الباب بيخبط. وانا رجعت طبعا عملت نفسي نايم ولقيت ابني فتح له وبيسلم عليه وبيدخله الاوضه. وقبل ما الحق اقوم لقيت هيثم بيقول لابني مش هتعمل لنا شاي بقى ولا انت بخيل ولا ايه نظامك؟ وانا اللي فهمته ان هو بيطر ابني عشان عايز يتكلم مع ابو نواف بس. وفعلا اول ما ابني دخل يعمل الشاي انا جريت بسرعه عشان اسمع. لقيت هيثم بيتكلم بصوت واطي مع ابو نواف وبيقول له بص يا عم، اولا شغل الشيخ والاسياد والكلام ده مش هياكل معايا، ده ولا ولي من اولياء الله الصالحين ولا المكشوف عنهم الحجاب. انا عارفك وعارف اصلك وعارف انك نباش قبور. وقتها ابو نواف اتعصب وقال له ربنا على الظالم والمفتري اللي انت بتقوله ده. هيثم قام مسكته وقال له سيبك من الشويتين دول قبل ما الواد يجي افهمك الدنيا ماشيه ازاي. لقيت ابو نواف طريقته اتغيرت كده وقال له انت عايز يالا. وقتها هيثم ضحك وقال له بركاتك يا مولانا، هو ده بما انك وريتني وشك الحقيقي انا هقول لك انا عاوز منك ايه، انا اللي هدلك على مفتاح الكنز. فابو نواف قال له تقصد ايه؟ انت عايز ايه؟ قال له بنت زهريه صغيره ومريضه وكده كده ميته. وقتها صوت ابو نواف بقى فيه حماس وقال له هي فين ومين وامتى؟ قال له مش كده يا مولانا، انا لازم اتفق هتديني كام الاول وبعدين نرغي. ابو نواف قال له طب لما نتاكد الاول بس. قال له كده ونص وكده كده متاكدين وما تقلقش، وحاسبني لو طلع كلامي غلط. البت دي عفريته ومحظوظه، اي حد يتقرب منها بيتحظ. بنت كده اللي يشوفها هيقول عليها متخلفه، بس هي مختلفه مش متخلفه، ده غير العلامات اللي في جسمها وشفت كل حاجه ما تقلقش، ده انت لو عايز تحليل دمها اجيبهولك. ابو نواف قال له لا كفايه ما دام انت واثق قوي كده انا معاك. قال له بس الشغلانه دي انا كل اللي هعمله اللي انا هدلك على البنت وساعتها تديني نسبتي ولا اعرفكم ولا تعرفوني. متفقين يا ابو نواف ولا؟ قال له متفقين يا عم. وساعتها ابو نواف قام منادي على ابني كده وقال له يا عم انت لو بتعمل لنا عشاء كان زمانك خلصته. وفعلا ابني دخل عليهم وفي ايديه صينيه للاكل، اصلا كان بيعمل لهم اكل كمان الاستاذ. وفجاه لقيت الست العجوزه بدات تعيط وتقول لي ابني حد كويس والله وبيحب الناس وكريم جدا، انا ما اعرفش ايه اللي رمى الرميه السوداء دي. المهم يا بنتي يوميها اكلوا ومشيوا، ومن يومها وانا بحاول ابعد ابني عنهم بس ما فيش فايده، هو مقتنع ان هم بتوع ربنا وان هو ماشي في الطريق الصح. وبعدها بكام يوم سمعنا ان في حد كان عايز يخطف دهب. وعايز اقول لك كمان ان موضوع الخطف ده عملوه اكتر من مره، بس البنت حظها كويس في كل مره وما بيعرفوش يخطفوها.
وهاشم بدأ ياخد باله ان بنته في حركات حواليها بتحصل، وبدأ يخاف عليها، وكمان ما بقاش يوديها المدرسة. حتى لما بتنزل الشارع لازم ينزل معاها، وما بيسيبهاش تلعب في الشارع، ما بيسيبهاش تعمل اي حاجة لوحدها. من اخرها يا بنتي يعتبر حبسها في البيت. وفي يوم من الايام دهب تعبت من الربو اللي عندها من ساعة ما اتولدت، واضطر ابوها ان يوديها للمستشفى بالليل. ما كانش يعرف يا بنتي انها يرجع يلاقي مراته ميتة. لا مراته ميتة دي ماتت ازاي يا حاج؟ قالت لي هما بيقولوا تسريب غاز في البيت، وان هي اتخنقت من الغاز ده وماتت. ساعتها انا بصيت لها باستغراب كده يا جدع، ها يا ولد. لقيتها بتقول لي هو اللي في دماغك صح، ما هو مفيش واحده يا بنتي تكون بنتها في المستشفى وقلبها هيجيبها ويطوعها ان هي تنام يعني، ولو كانت صاحيه وده المفروض الطبيعي اكيد لو في تسريب ولا حاجه هتشم وتلحق. وانا كنت شاكه في ابو نواف الاول والله يا بنتي. وبعد ما ام دهب ماتت ابوها اخدها وعزله من المنطقه، ومن هنا يا بنتي ما بقتش اعرف اي حاجه عنه. كل اللي اعرفه ان بعد فتره ابوها مات، بيقولوا مش عارف كان نازل من على السلم واتزحلق في زيت او حاجه زي كده ومات. والصراحة سواء موت أبوها وأمها موتات مش طبيعية، وفي نفس الوقت محدش هيشك إن هما اتقتلوا، مالهمش أعداء يا بنتي، ومحدش يعرف الحقيقة إلا أبو نواف وابني وهيثم. أنا قلت لها طب معلش يعني أنت عرفت الزيادات دي منين يا حاجة؟ قالت لي ما أنا قلت لك يا بنتي ابني ما بيعرفش يكسر خاطري، كان كل ما يجي يخرج من البيت لازم أتحجج له إن أنا تعبانة ومريضة ومش قادرة عشان يفضل في البيت. وواحدة واحدة بدأ يجيب أبو نواف وهيثم عندي في البيت ويتكلموا براحتهم عشان ما يسيبنيش لوحدي، وأنا كنت بسمع كل حاجة. ويوم وفاة هاشم اصلا ابو البنت دهب هيثم جه بالليل البيت لابني، وكان جاي زي الطور، وابني اصلا كان سهران مع ابو نواف في الاوضه. واول ما دخل قال له سيدك ابو نواف فين يا طويل؟ وساعتها دخل هيثم وبدا يزعق ويشتم، وكنت بسمعهم فعلا بيتكلموا عن سيره دهب وابو دهب وام دهب، بس ما كنتش بفهم كل الكلام. بعدها فضلت ساكته شويه كده يا جدع، قامت قايله لي بص يا بنتي انا حكيت لك كل اللي اعرفه، بس لو سمحت يا بنتي ما دام انت مهتمه كده لو عرفتي حاجه عن دهب الصغيره دي بطمنيني عليها، ولو ملهاش حد يا ستي انا هكفلها انا وهستحمل وهعرف احميها، على الاقل اكفر ذنوب ابني لو كان متورط في الليله دي معاهم. لا طب معلش يا حاجه اخر سؤال ويبقى كده خلاص كتر خيرك. قالت لي اتفضلي يا بنتي. طلع حضرتك قلتي لي ان في شيخ ومراته كده كفلوا دهب لما ابوها وامها ماتوا، لما كل قرايبها رفضوا ان هم يكفلوها. قالت لي ايوه الشيخ محمود ومراته. قلت لها معلش بقى تعرفي ساكنين فين او اي معلومات عنهم؟ فجاه يا جدع حسيت بتلج ناحيه صدري كده عند السلسله اللي البنت ملبسهاني الصغيره، اصلا كان برد غريب كده وما اعرفش ازاي فجاه كده ساعت. فوقتها قمت ماسكه المفتاح بسرعه وقلع السلسله وحطيتها في شنطتي، وكملت كلام مع ام الطويل وقلت لها ارجوكي بس حاولي تفتكري اي عنوان اي حاجه تختصر علينا الوقت وكمان هيساعدنا ان احنا نلاقي دهب. قالت لي بص يا بنتي انا على حد ما اتذكر احنا رحنا اصلا للشيخ محمود ده لما كان ابني صغير، خدته في مره للشيخ محمود ده عشان يرقيه. هو كان البيت اللي انا رحت له فيه كان في الحاره اللي بعد عندنا، يعني بعد حارتنا بشارعين، بس اللي اعرفه ان هم اختفوا من المنطقه بقالهم فتره ومحدش يعرف عنهم حاجه. وانا كده حسيت ان قشطه هي دي القشه اللي ممكن اتعلق بيها وابدا اوصل لاي خيط تاني. ساعتها شكرتها وسلمت عليها ومشيت وانا راسي هتتفرتك من كميه المعلومات والتفاصيل اللي دخلت جوه دماغي. قمت متصله بكريم فلقيته بيكنسل عليا، وبعد دقيقتين لقيته هو اللي بيتصل بيا. اول ما فتحت المكالمه لقيته بيقول لي ايه عرفتي حاجه يا ليليان؟ يا ولد. قلت له عرفت حاجات، بس انتوا ايه الوضع عندكم؟ قال لي لسه قاسم جوه بيحقق مع البواب، وكمان جبنا مرات البواب وبنحقق معاها. قلت له طيب انا في السكه وجاي لكم. وفعلا اخدت بعضي ووصلت للاسم، بس وانا داخل الاسم يا جدع قابلت في ظابط كده كان يعرفني، يعني اتخانقت معاه قبل كده وحسيت ان هو حب يرزل عليا اما بقيت في مكانه وما كانش عايز يدخلني الاسم، بس بطريقه اللي هو هتبوظي شغل مين بقى المره دي؟ انت جاي عشان تبوظي ايه؟ هتعملي ايه؟ وانا كنت تعبانه وراسي وجعاني اصلا، اتعصبت عليه من غير قصدي وبدانا نزعق قصاد بعض. وفجاه لقيت كريم جاي على صوتي بيمسك الموبايل وبيتصل باسم، اللي في ثواني لقيته بقى عندنا. قام واخد الظابط وركنه كده على جنبه وبداوا يتكلموا مع بعض، وقال له اللي احنا نخصه وان مفيش مشكله، وبدا ان هو يعتذر للظابط على عصبيتي. والظابط برضه مش ساكت، بيقول له خلي بالك دول هياخدوا مصلحتهم وهيمشوا ومش عارف ايه وهيبوظوا لنا شغلنا. انا لسه كنت هرد عليه فلقيت قاسم قام ماسك ايدي وقام ساحبني وفضل يمشي بسرعه ومجرجرني معاه لحد ما دخلني مكتبه. اول ما دخلنا لقيت قاسم بيتعصب عليا وبيقول لي ما ينفعش اللي انت عملتيه ده، وده ما كان شغل وما كانش ليه اي لزوم انك تيجي هنا اصلا. والصراحه يا جدع هو عنده حق في اللي هو قاله، وانا من النوع الحساس زياده عن اللزوم، فحسيت ان كلامه ده زي قلم نزل على وشي. وهو كان متعصب جدا للموقف البايخ اللي انا حطيته في وسط زمايله يعني. وقتها لقيت نفسي قلت له انا اسفه يا قاسم وحقك عليا، وقمت واخده بعضي وماشيه وانا مش شايفه قدامي اصلا. اول ما وصلت عند باب الاسم لقيت نفسي اغمى عليا ووقعت من طولي. اول ما فتحت عيني لقيت نفسي في مستشفى، وكريم واقف جنبي وبيقول لي الحمد لله على السلامه. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي ما تقلقيش انت كويسه. ولقيت باب الاوضه بيتفتح وقاسم داخل. وقتها قمت لفه وشي الناحيه التانيه. قال لي يعني نايمه. كريم ما فهمش ايه تصرفي ده وفضل يبص حواليه كده، وقاسم فهم ان انا مش عايز اتكلم معاه. فلقيته بيقول لي كريم لما تصحى بقى قول لي عشان اعتذر لها، وقول لها ان زعلك يعز عليا قوي يعني. ما اعرفش ازاي كلام قاسم لكريم اثر فيا، ولقيت دمعتي
دمعتي قامت نازله من عيني رغم ان انا كنت مغمضه. وهنا لقيت قاسم بيقرب من على السرير وبيمسح الدموع من على خدي. السلام. وبص لكريم وقال له بعد اذنك ممكن تسيبنا لوحدنا دقيقتين بس. اول ما كريم خرج لقيت قاسم قاعد على طرف السرير، وانا من النوع اللي مش بحب اتكلم مع حد اكون مزعلاه ولا حاجه غير اما هو يروق كده ويهدى. فمسكت البطانيه وقمت مغطيه بيها وشي. يا محنو يا محنو يا محنو. لقيت قاسم قاعد يضحك ويقول لي بجد انت شخصيه مركبه معقده، انت ناضجه جدا لكنك طفله، في نفس الوقت متسرعه بس بتفكري بكل حاجه بعقلانيه، عصبيه جدا بس قلبك طيب، شكل قاسم نويه. ولقيته مره واحده قام ماسك البطانيه شديدها من عليا. الله الله. بس انا بتكسف ان حد يشوفني وانا بعيط عشان بيبقى شكلي عبيط قوي، فحطيت ايدي على وشي. لقيته قام ماسك ايدي الاتنين قام عاملهم كده، وبعد كده لقيته قام شاددني عليه وقام حاضن. سلام سلام يا عم قاسم. وانا يا جدع زي الطفل اللي صحي من كابوس مرعب كان مستخبي في حضن امه، كنت حاضناه بكل قوتي وببكي من كل قلبي. انا الصراحه ما كنتش عارف انا ببكي من ايه، بس كان جوايا كميه طاقه سلبيه عايزه تطلع باي طريقه. وحسيت بعدها ان انا ارتحت واطمنت فعلا. بجد يا جدع الراجل اللي يخسر قدام الست بس يكسب ضحكتها كده ما يبقاش خسران. واحنا مش احنا وهم كستات بيحب اللي يعاملهم معامله اطفال وياخدهم على قد عقلهم، مش دعوه. المهم يا جدع من بعد الموقف ده وبدات انا وقاسم نقرب من بعض اكتر. وطبعا خرجت من المستشفى والدكتور قال بس كان ارهاق وكده، والشباب خدوني ودوني البيت. واتفقت انا وهم ان احنا هنتقابل بالليل عند عم الأمان في الكافيه. اليوم ده يا جدع انا اول ما روحت ظبطت نفسي كده ونمت، بس صحيت على اذان الفجر. وساعتها قمت حاطه ايدي على راسي كده اللي هو يا نهار اسود انا ضيعت المقابله بتاعت بالليل في الكافيه عند عم الأمان. بس كل اللي جه في دماغي ان انا اطلع جري بسرعه امسك الموبايل واتصل بيهم ولا حاجه. بس عايز اقول لك يا جدع انا جريت بفتح باب اوضتي لقيت نفسي في صحراء. في اللحظه دي انا عقلي شت مني يا جدع، اتلفت ورايا بسرعه ما لقيتش حواليا غير رمله وبس. حتى الباب بتاع اوضتي اللي خرجت منه ما لقيتوش. ولقيت قلبي بيدق بسرعه وما بقيتش قادر استوعب اللي بيحصل، اللي هو ازاي وامتى وليه. ولقيت نفسي لوحدي عمال اصرخ واقول انا فين، حد يلحقني. بس في المكان كله ما كانش حد معايا غير كاسر الكلب بتاعي. وصدقني ان دي كانت اكتر حاجه بتطمناني. وفضلت امشي وامشي وامشي بس المكان كله فاضي، لحد ما من بعيد قوي كده يا جدع لمحت البنت الصغيره اللي اسمها دهب وهي واقفه على تله صغيره كده. وطبيعي اللي انا جريت عليها بسرعه لان مفيش اي حاجه في المكان تاني ممكن اعملها. بس الغريب ان كنت كل ما اقرب منها هي بتبعد، لدرجه ان انا بقيت اجري عشان اوصل لها، واقع واقوم واجري تاني، واقع واجري واقوم تاني عشان الحقها، بس هي كانت بتجري مني. كنت حاسه من كتر التعب والخوف اللي انا فيه ان ده اطول طريق ممكن امشي في حياتي. وهي كنت كل ما انا بطأ هي تقف وتقعد تلعب بلعبه في ايديها كده، واول ما اقرب منها تبدا تجري تاني. وفضلنا على الحال ده لحد ما لقيت قدامي قصر كبير جدا على راس جبل. بس القصر ده ما كانش قصر عادي، كان كله من النحاس لدرجه ان هو ممكن يعمل عين. لقيت البنت الصغيره اللي اسمها دهب بتطلع قدامي كانها بتدلني على الطريق. وفعلا اول ما وصلنا يا جدع لقيتها بتفتح لي باب القصر، ودخلت انا وهي وكاسر القصر. كان القصر من بدايه البوابه وهو مفروش بزجاد احمر، وكان في حراس كتير واقفين على الجناب وكلهم لابسين ابيض في ابيض. وكاسر زي ما يكون هو حاسس بالخوف منهم وبدا ان هو يلف حواليا كانه بيحميني. واخر الطريق او الممشى اللي احنا مشيناه ده لقيت بوابه كبيره، ودهب قربت وقامت فتحها بايديها الاتنين. البوابه دي كانت بتودي لقاعه كبيره جدا، كانت قاعه محكمه بس مش نفس القاعات اللي احنا عارفينها. القاعه دي يا جدع كانت متقسمه لثلاث اقسام. الجزء الاول منها كان متقسم كانه زنازين كتير كده جنب بعض، وفي وسط الزنازين كلها كانت شبه بعض في زنزانه كبيره عنهم شويه كان جواها ناس كتير. والجزء اللي في النص كان عباره عن كراسي كبيره زي اللي بنشوفها في المحاكم العاديه، وكان فيها ناس قاعده كتير شكلهم محترم بس خايفين جدا، وفي نفس الوقت عيونهم تحسهم مستغربين الوضع اللي هم فيه. والجزء الثالث من المكان كان عباره عن طابور كبير جدا من الناس شكلهم غريب وخايفين وماسكين حاجات غريبه في ايديهم، اللي شايل ذهب واللي شايل الماظ واللي في ايديه طبق فضه واللي معاه فلوس. وقتها بصيت لدهب كده وقلت لها هو ايه الناس دي وايه اللي هم شايلينه في ايديهم ده، وليه كل الناس دي محبوسه في الزنازين كده؟ وقامت باصه في النص ومشاوره كده قالت لي ودول عباد الرحمن اللي زيك كده. وقامت باصه ناحيه الطابور الكبير قالت لي ودول المظلومين واللي في ايديهم دي هدايا للخدام اللي هيجيبوا لهم حقه. انما في نص القاعه يا جدع كان موجود فيها الملك اللي انا شفته معاها مرتين، اللي كلبشني في مره. كان مشهد مرعب قوي يا جدع. ملك وهو واقف في النص كده كان ليه هيبه ووقار مرعبين فاردين نفسهم في المكان كله. وقتها مسكتني دهب من ايدي وودتني على اول صف في الكراسي اللي في النص وقامت مقعداني، ولقيتها لفت المكان وقامت داخله ناحيه الملك اللي لقيته مسكها وقام حاططها في حضنه ومقعدها على رجله. ولما بصيت لاقرب زنزانه جنبي لقيت اللي محبوسين جوه عيله الهاشم كلها ومعاهم الطويل كمان. ولما لفيت الناحيه التانيه لقيت رشا وسليم وابو
ام دهب وصاحب كريم اللي كان خاطب هند. صراحه انا مبقتش عارفه اعمل ايه، ولا ايه اللي جايبني هنا، ولا اكلم مين، ولا ايه اللي هيحصل. والغريبه ان ببص حواليا الاقي الكل قاعد ساكت ولا كأن في حاجه بتحصل. فالطبيعي ان انا فضلت ساكته وقاعده زيهم. وفجاه لقيت القاضي اللي قاعد في النص ولا الملك ده ماسك مطرقه كبيره وقام مخبط بيها 3 خبطات قدامه كده. في اللحظه دي لقيت سليم ورشا بيقربوا، ومن الناحيه التانيه لقيت عبد الرحمن ومراته بيقربوا وبقوا في وش بعض. لقيت القاضي بص لسليم كده قال له ايه مشكلتك يا سليم قول لي. لقيت سليم خد خطوه لقدام وقال له انا سليم ودي رشا البنت اللي انا حبيتها من واحنا صغيرين. كل اللي عملناه وكل ذنبنا ان احنا حبينا بعض، بس دول اهلي. وقام مشاور على عبد الرحمن ومراته وكمل وقال بس دول كان ليهم راي تاني، مع ان المفروض دي حياتي وانا اللي اقرر اعمل ايه فيها. وبعدها بص لرشا وعينيه بدات تدمع كده وقال استسمحك تكمل انتي. ساعتها القاضي قال لها تقدري تتكلمي يا بنتي قولي. وساعتها رشا قربت هي كمان وكانت بتحاول ما تبصش ناحيه اهل سليم، كان باين عليها جدا الخوف منهم. وبدات تتكلم وهي بتشاور ناحيه سماح اللي هي خالة سليم وقالت الست اللي هناك دي اغتصبتني. يا جدع تقول لك سماح اغتصبتها ايه بقى؟ بعد ما قالت الجمله دي فضلت ساكته وعماله تعيط بس من غير صوت. وقتها سليم قرب منها ومسكها من كتافها كده وقال لها ما تخافيش كملي وقولي. وقتها رشا بصت للقاضي كده وقالت له الناس دول خلوا اهلي يجبروني على الجواز، كانوا عايزين اتجوز حد ما بحبوش، ولما هربت من اهلي ولجأت ليهم زعقولي مسكوني وربطوني وحطوني في الجراج. ووقتها دخلت عليا الست اللي هناك دي وكان معاها 4 ستات كمان، فضلوا يضربوا فيا لحد ما بقاش فيا حيل ان ادافع على نفسي. وبعدها عملوا اللي عملوا. الشيطانه دي كانت واقفه بتتفرج. وبعدها جوزها جه وبدات تتكلم معاهم سايبيني مرميه على الارض غرقانه في دمي. وقالت لجوزها كده مش هتعرف ترجع لاهلها وكده ملهاش عين تروح لسليم تاني، وعمره ما هيصدق ان اهله يعملوا كده. وكانها بتدلني على الطريق اللي المفروض انا اعمله. وقامت مكمله وقايله انا لو مكانها ارمي نفسي تحت عربيه واخلص من العار اللي انا فيه ده. وقاموا سايبين لي باب الجراج مفتوح وسابوني انا وشطاني، وانا ما كانش قدامي اي افكار غير اللي هي قالته. بعد كده رشا بصت للست دي بصه كانت بصه مرعبه فشخ وقامت قايله لها استفدتي ايه يا روح امك من اللي انت عملتيه؟ سرقتي مني شرفي وحبيبي وعيلتي يا اختي وسمعتي ومستقبلي، حتى احمد بتاع الجبنه ما بقتش اروح له. استفدتي ايه بقى قولي لي؟ طب كنت خلي جوزك اللي يعملها على الاقل كنت اتبسط. او عذرا. وقتها خدها سليم ورجعوا مكانهم تاني وهو حاضنها وبيحاول يهديها. والناحيه التانيه كان ابو وام سليم بيبصوا كده بكل بجاحه على اللي بيتقال. والقاضي قام ماسك المطرقه تاني وخابط بيها 3 خبطات وقال الدعوه رقم 2. لقيت من ناحيه رشا وسليم كده قرب مكانهم صاحب كريم وهند قربت معاه. ووقتها القاضي بص لصاحب كريم وقال له قول اللي عندك. ساعتها صاحب كريم بص لهند قام قال له الست دي تبقى مراتي، احنا اي نعم اتجوزنا عرفي وكتمنا على الجواز، بس دي كانت رغبتها وانا كنت موافق. حجتها ان هي مشهوره ومش بتحب حد يعرف حاجه عن حياتها الشخصيه. صراحه انا ما كنتش بحب نمط حياتها خالص، كنت كل ما اقول لها بعيدي عن الوسط اللي انت فيه ده وخلينا نعيش زي بقيه الخلق. كانت بتقول لي ان هي عايشه اصلا بسبب حب الناس ليها. وقام باصص لها بقرف من فوق لتحت كده وقال هي كانت عارفه ان هما مش بيحبوها عشان شخصها ولا عقلها ولا كل الكلام ده، لانها ما كانتش بتعمل شيء مفيد. هي عارفه كويس ان هما بيحبوها عشان جسمها، عشان دي الحاجه الوحيده اللي كانت حلوه فيها. ومع كده حطيت جزمه في بقي وكنت بسكت وبدعي لها من كل قلبي كل يوم ربنا يخرجها من اللي هي فيه. وكنت بدعي لها تاني وتالت وكل ده لان انا ما اقدرش استغنى عنها. لغايه ما اتفاجئت بعد موتها اما كنا في شقتها انا خدت تليفونها اصلا دخلت الحمام وشلت منه الخط. ولما رجعت البيت شغلت التليفون من شوقي ليها مش اكتر. وبصراحه كان نفسي اعرف التليفون ده فيه ايه لانه كان متحرم عليا ان المسه. بس الصدمه لما انا فتحت رسايلها ولقيت في محادثات كتير بينها وبين المعجب المهووس بيها. ولما دخلت جوه شفت اللي كنت بهرب منه دايما. شفت المعجب ده وهو بعت لها فيديوهات ليها في اوضاع في اشكال وسخه جدا كان بيبتزها بيها اصلا، وكان بيقول لها ان تبعد عني وترجع له يا اما هينزل كل ده ويفضحها. هي افتكرت ان الانتحار ده هيخليها تنفد بجلدها. المشكله ان هي خدعتني زي ما خدعت كل المعجبين بيها. عاشت علينا دور الشريفه. وقام باصص لها بقرف تاني كده يا جدع وقال انا اتجوزتها على اساس ان هي بنت بنوت بس طلعت بتشتغلني وبتستغفرني كمان. وقام باصص للارض وبدا يمسح دموعه كده كانه بيداريها وقال الحب عماني وهي هربت قبل ما اخد حقي منها، بس انا عارف انكم موجودين وان هتحققوا لي العداله لحد ما نتقابل انا وهي تاني وهجيب حقي منها تاني وتالت ورابع. وقام ساكت ورجع مكانه يا جدع. كل ده وهند واقفه بتحاول تغطي جسمها كده كانها خجلانه او زعلانه. ووقتها القاضي مسك المطرقه بتاعته تاني وقام مخبط 3 خبطات وقام قايل الدعوه رقم 3.
وقتها قرب ابو وام دهب، ومن الناحيه التانيه قرب الطويل وهيثم. بص القاضي لابو دهب وقال له قول اللي عندك. وقتها ابو دهب قام مشاور عليها وعينيه عماله تدمع، وقال دي كل ما املك في الحياه. وقام باصص الناحيه التانيه ومشاور على الطويل وهيثم وقال والجاهل والطماع دول هم اللي سرقوها مني، زي ما سرقوا حياتي وسرقوا حياه مراتي كمان. كل ده بغبائهم وجهلهم وطمعهم. قام منزل راسه كده وبدا يتكلم، بس صوته بدا يغشلك. كنت عايش انا ومراتي حياه صعبه، بس صابرين ومستحملين وشاكرين ربنا، لغايه ما ربنا بعد 4 سنين جواز رزقنا بدهب اللي نورت حياتنا ونسيتنا كل القسوه اللي عشناها. هي بنتي بس كنت بحس بحنيه الام منها. وقام باصص ناحيه اخواته كده وبكل حزن وقال بس فرحتنا دي ما كانش مكتوب لها ان تكمل. بنتنا اتولدت وهي عندها الرب، وكانت دايما تعبان، بس رغم كل ده كانت بتحب الحياه ومتماسكه جدا، وده اللي كان بيدينا الامل انا وامها. بس لما بدات تكبر وتدخل المدرسه اكتشفت ان بنتي مش زي باقي الاطفال، وانها ذكيه بس بطريقه غير مفهومه. بس رغم كده كانت بتسقط في الدراسه، بس ده كان بسبب المدرسين وان هم مش قادرين يفهموها، مش قادرين يفهموا اختلافها. كانت بتحب المدرسه وبتحب اصحابها جدا. انا حضرة القاضي ما فكرتش في يوم ان انا ذاكرت لها، عشان كنت مؤمن بقدراتها جدا وفاهم دماغها كويس وعارف قدراتها. رغم ان والدتها ما كانش عاجبها ده، كانت دايما تحاول تخليها تحفظ المناهج بتاعتها والدراسه بتاعتها. بس دهب مش كده، لغايه ما في يوم والندل اللي هناك ده وقام مشاور على هيثم اكتشف اختلاف دهب ده، وقام الوسخ اللي جنبه ده هو وسيده اقنعه الجاهل ده اللي هو الطويل بان بنتي دي ملعونه وان هي بذره شيطان. وبعد ما حاولوا يخطفوا بنتي مرة واتنين وتلاتة بعدت عنهم وعن اذاهم، جولي لحد بيتي وكانوا فاكرين ان دهب موجودة. ولما دخلوا وما لقوش حد ام دهب شافتهم. وقتها ابو نواف قال لهم ان دي واحدة وسخة وان هي زنت مع ابليس وواجب علينا ان نقتلها قبل ما تفضحنا. ومسكوها من رقبتها وحطوا المخدة على وشها لغاية ما اغمى عليها، وفتحوا الغاز في البيت عشان متأكدين ان ده هيبقى سبب يخرجهم من المصيبة اللي هم عملوها. وقتها ما كانش قدامي غير ان اخد بنتي واهرب من الحارة اللي احنا عايشين فيها. وبرضه هيثم عرف طريقي وزق عليا ابو نواف والطويل تاني، وفعلا قرروا ان هم يجوا ياخدوا بنتي. وخبيت بنتي وقلت لها ما تخرجش من المكان ده مهما سمعت ومهما حصل غير مع طلوع الفجر. ونزلت من البيت على اساس ان انا شتتهم ومشيهم في مكان تاني، لكن الاوساخ قابلوني على السلم وشديت معاهم وزقوني، وهرب هو والشيطان ابو نواف. وفجاه يا جدع وهو بيتكلم لقيت القاضي مسك المطرقه تاني وقام رافعها لفوق وقال استعد. مع ضربه المطرقه الاخيره بتاعته لقيت كل اللي قاعدين حواليا تحولوا لناس اعرفهم. بصيت يمين لقيت قاسم واقف جنبي، بصيت شمال لقيت كريم واقف جنبي، ولقيت عم لقمان واقف جنبي، حتى بابا كان واقف قدامي وكاسر بيلف حواليا. ولقيت دهب ماشيه قدامنا واحنا كلنا ماشيين وراها، وفتحت لينا بوابه صغيره كده وكانها بتودعنا. واول ما جينا نخرج من البوابه لقيت دهب بتبص لي وقامت مشاوره على السلسله اللي هي مدهاني وقالت لي قربنا ارجوكي تماسكي وثقي فيا. واول ما خرجنا بدات تقفل الباب، بس صوت الباب كان بيزيق بطريقه مرعبه لدرجه ان انا سديت وداني وغمضت عينيا. فجاه صوت التزييق ده اتحول لصوت انا عارفاه كويس. فتحت عينيا لقيت نفسي في اوضتي وصوت تليفوني هو اللي بيرن. وقتها قمت ماسكه تليفوني بسرعه فلقيت قاسم هو اللي بيتصل. قال لي يا عموزه يا ليليانا انا واقف تحت البيت. وقتها قمت لابسه بسرعه ونازله وركبت العربيه معاه بس وانا ساكته، وبدا يتحرك وانا مش عارفه احنا رايحين فين وانا ساكته طول الطريق. لحد ما فجاه قاسم قال لي هو انت كويسه؟ قلت له الحمد لله، بس كان من جوايا حاسه ان عايز اقول لقاسم على كل حاجه، على الاقل حد يشيل الضغط اللي جوايا ده، لان قربت افقد تركيزي خلاص. وفعلا وصلنا الكافيه ودخلنا وقعدنا. واول ما لسه هفتح بقي وابتدي اقول لقاسم على كل حاجه لقيت الولد اللي بيشتغل في الكافيه قام واقع وخض كل المكان. كانت وقعته غريبه اصلا لاني كنت شايفاه كان حد زقه او قاصد يوقعه. وفعلا ببص جنبه لقيت دهب واقفه، كانت بتبص لي وهي غضبانه ومتضايقه جدا وكانها بتقول لي ما تتكلميش اوعي تقولي. سكت يا جدع وما اتكلمتش. ولما قاسم سالني انت كنت هتقولي حاجه، ايه اللي كنت عايزه تقوليه؟ قلت له ما اعرفش شكلي نسيت ولا حاجه. وبعدها كريم جه وبدات ان انا اوجههم من غير ما يحسوا ان انا عارفه حاجه. ووقتها بدات بقضيه هند وقمت سال قاسم وقايله له وانت عرفت حاجه عن المعجب المهووس بهند ده؟ قال لي هو احنا حاطينه تحت المراقبه بس مفيش اي حاجه تشك يعني، باين عليه حزين جدا عليها يعني. قلت له مش ممكن يكون بيبعد الشكوك عن نفسه باللي بيعمله ده. لقيته سكت وسرح كده اللحظه. قلت له طب عرفت حاجه من البواب؟ قال لي لسه بينكر. فكريم قام قايل انا حاسس ان مرات البواب دي هي المفتاح لانها كانت خايفه كده ومرتبكه جدا. وقام كريم باصص لي وقال لي وانت يا ليليان عرفتي ايه من ام الطويل؟ عرفتي حاجه؟ قلت له هي امه شاكه ان هو وابو نواف ليهم ايد في قتل امه وابو دهب. فلقيت قاسم بيقول لي مين دهب دي يا ليليان؟ بدات احكي لهم الموضوع يا جدع، وطول الوقت عمال اديهم تلميحات واديهم شويه معلومات كده وتلميحات كتير على اساس ان هي من عندي يعني. فلقيت قاسم بيقول لي احنا كده مضطرين ناخد ام الطويل ونحط كلامها ده في محضر رسمي. وقمنا يا جدع والشباب خدوني روحوني البيت، وانا يا جدع دخلت المكتب
المكتب بتاعي وبدات اسجل كل المعلومات اللي انا عارفاها وبالتواريخ كمان. وبعد ما فكرت قلت لازم الاقي طريقه اخلي جوز هند، وطبعا عملت بين قوسين ضحك هاها عشان جوز هند وكده، بس ما تعرفش ان في مصر الجمله دي ما بتضحكش. المهم يعني ان تخلي جوز هند يرجع تليفونها، وبصراحه ما لقيتش غير الحل التقليدي اللي بنشوفه في الافلام كلنا، وقمت كاتباله جواب تهديد عشان يبعت التليفون للبوليس ويسلمه للضباط، وبالاخص الضابط اللي اسمه قاسم، وطمنته في الرساله ان حقه هيجيله وان سيرته مش هتيجي نهائي، وان المعلومات دي سريه ومش هتوصل للصحافه، وان هو لازم يساعدنا ويساعد نفسه عشان حقه يجيله، وانه لو ما عملش كده هيتبلغ البوليس عنه واكيد هيتحبس ويجرى له حاجه. وتاني يوم يا جدع انا لبست وحطيت بقى كاب كبير كده ولبست نضاره بقى كبيره، حاولت على قد ما اقدر ان اداري وشي يعني، ورحت لجوز هند مكان شغله وناديت على ولد صغير وخليته يديله الجواب ده، واتاكدت ان الجواب وصل له فعلا. كان وشه باين عليه ان هو ارتبك كده وبدا يخاف. وطريقي التاني كان اللي انا اروح لابو نواف في المستشفى واشوفه صحي ولا لسه الدكاتره حاطينه في العنايه المركزه. ولما رحت قالوا لي ان هو في حاله حرجه، وقالوا لي كمان ان محدش سال عليه من ساعه ما جه، وطلبت اللي انا اشوفه. وقتها وانا داخلاله افتكرت كلام والدتي الطويل عليه وازاي هو وسخ وبيعمل ايه في الاطفال، وبالاخص اللي كان ناوي يعمله مع دهب. كان في احساس مسيطر عليا جدا ان انا عايز اخش اقتله باي طريقه، افصل الكهرباء عن الاجهزه اللي هو فيها، اعمل اي حاجه. ومش هكذب عليك يا جدع، اول ما دخلت كاني متنومه مغناطيسيا، ولقيت نفسي رايحه على الاسلاك بتاعه الكهرباء ولسه هشدها، بس حسيت زي موجه هوا زقتني رمتني في الارض. وقتها لقيت نفسي بقوم بسرعه وبشد الستاره اللي جنب السرير بتاع ابو نواف اللي جه منها ناحيه الهوا. اول ما فتحت الستاره لقيت دهب واقفه وزعلانه كده، ولقيتها بتقول لي مش بالسهوله دي، مش قبل اما ناري تهدى وروحي ترتاح. ولقيتها بصت ناحيه ابو نواف كده وعينيها قلبت نار يا جدع، ولقيتها متمده ايديها فوق جسمه كده وفردها وقامت قافله ايديها مره واحده. في اللحظه دي يا جدع انا سمعت صوت عظم ابو نواف وهو بيتكسر من شده الوجع. اصلا انا لقيته صحي وعمال يصرخ لدرجه ان انا اتفزعت ورجعت لورا ومبقتش عارف اعمل ايه. ولقيت الممرضين داخلين الاوضه بسرعه، ودهب لسه واقفه زي ما هي وبتبص له بكل غل. وبعدها لقيتها بتلف راسها ناحيتي كانها بتقول لي امشي انتي. وفي نفس اللحظه لقيت ممرضه من اللي دخلوا بتقول لي انت بتعملي ايه هنا، اطلعي بره. انا سبت المستشفى كلها يا جدع ولقيت نفسي اصلا بالعربيه ورايحه ناحيه الكافيه بتاع ام الأمان. بصراحه بعد الرعب والتوتر اللي حصل ده كان لازم اقعد مع نفسي عشان اهدى شويه. واول ما دخلت الكافيه راح للترابيزه اللي انا بحب اقعد فيها دايما، فلقيت عم الأمان قاعد عليها، فلقيته بيقول لي تعالي اتفضلي يا بنتي انا كده كده هقوم اعمل لك القهوه بتاعتك. ما اعرفش ليه من جوايا كنت عايز اقول له خليك ما تمشيش، بس لقيته لوحده اصلا بيقول لي ايه ده شكلك عندك كلام عايزه تقوليه تعالي. ساعتها ابتسمت له كده وانا كنت عامله زي الجثه اصلا. واول ما قعدت قال لي مش بحب اشوفك منطفيه كده مالك. بس لحظه يا جدع، واشمعنى عم الأمان انا حكيت له اصلا ودهب ما طلعتش ولا وقفتني ان انا احكي له؟ بصراحه مش عارفه. اللحظه دي لقيت عم الأمان بيقول لي بنتي الجميله متضايقه من ايه بقى؟ وانا ما اعرفش ليه لوحدي كده لقيت نفسي بقول له هو انت مين؟ لقيته بيضحك كده بيقول لي انا عبد من عباد الرحمن زيك. وقام مكمل وقايل لي احنا جنود، احنا سبب في عوده الحق، احنا سبب في نصره المظلوم، احنا سبب في عقاب الظالم، وانا هنا عشان اسمعك واساعدك يا بنتي. وقتها حسيت بالراحه يا جدع. وقتها يا جدع يا سالته سؤال انا نفسي مستغرب هو ايه اللي جاب السؤال ده في الموضوع، بس نكمل. قالت له يا عم لقمان هو ليه في جنه وفي نار وفي ظالم ومظلوم وفي خير وفي شر؟ قال لي الجنه والنار يا بنتي تأديب في الدنيا وعقاب في الاخره، ودي النار، انما الجنه عروسه ومهرها السعي والصبر وثواب يستاهلوا كل اللي يقدر يعدي الامتحان. انما الخير والشر دول بذرتين بنتولد بيهم، واحنا اللي في ايدينا نختار انهي بذره نسقيها، وهم حاجتين اختياريين مش مفروضين علينا. والظالم والمظلوم هم شخصين اتعرض قدامهم كل الحقائق، في اللي صدق وامن وفي اللي استكبر ونكر. وبرغم من اجابته المختصره يا جدع واللي كلنا عارفينها، بس بساطتها خلتها توصل لقلبي اكتر وتثبت فيه. ولو كل اللي بينصح اسلوبه زي عم لقمان كده كانت الدنيا دلوقتي بقت بألف خير. ولقيت عم لقمان بيمسك ايدي كده وبيقول لي قربنا يا بنتي احنا على بعد خطوات. وقام لافف وشه كده وبص في زاويه الكافيه كده. ساعتها انا لفيت وشي بصيت معاه لقيت دهب واقفه وكانت مبتسمه لينا جدا. وقتها انا قلت له عم لقمان هو انت شايفها؟ وقتها بص لي وسكت كده وابتسم وقال لي يلا عشان كريم وقاسم مستنيينك. وقام قايم وسايب الترابيزه ومشي. تليفوني بيرن، قاسم اللي كان بيتصل، ولقيته بيقول لي ايه اللي يعني انت فين؟ انا قلت له انا في الكافيه. قال لي طب اقدر اجيلك البيت انا وكريم ومعانا ضيفه كده؟ وقتها استغربت وقلت له ماشي تنوروا طبعا. وقتها قمت وسبقتهم على البيت واستنيتهم. واول ما جم لقيتهم جايين ومعاهم بنت كده هدومها مقطعه وشكلها غريب. قلت لهم هي مين دي؟ قالوا لي دي رشا، هي اللي جت ودلتنا على مكان
مرات البواب، ومرات البواب اعترفت فعلا ان جوزها حط السم جوه الحبوب اللي عبد الرحمن ومراته بياخدوها كل يوم اما بيصحوا. ولما عبد الرحمن بعت له وهو ما طلعش وعمل نفسه نايم لما طلب منه يغير الانبوبه، قلت له طب وليه كل ده حصل؟ قال لي مراته بتقول ان من شهر كده جالهم الدكتور سليم وقال له ان دخل وما لقاش اهله في البيت، واداله شنطه كده بس وهو بيديها له وقعت من ايديه وكانت مليانه فلوس، وقال للبواب اما يجي ابويا ابقى اديله الشنطه دي. فالبواب قال له طب الشنطه دي ما فيهاش قفل ولا حاجه، انت سايبها مفتوحه كده. وسليم قال له ساعتها اقفلها ليه، هي مش فلوس كتير يعني، وبعدين ابويا شايل اكتر من كده بكتير جوه الشقه عشان هو ما بيحبش البنوك والكلام الفاضي ده، وانت مننا وفينا يعني فانت مش غريب، ولو والدي مش واثق فيك ما كانش شغالك عنده. ومراته قالت كمان ان ابو سليم لما جه يستلم الشنطه زعق للبواب وقال له الشنطه ليه مفتوحه ولو ناقصه جنيه انا هوديك في داهيه. ومن ساعتها والبواب حقد على عبد الرحمن بزياده. وفي يوم تاني سليم جه عند اهله ما كانوش موجودين، وكان معاه شنطه تانيه سودا صغيره واداها له قال له خبي الشنطه دي كويس واوعى حد يلعب فيها او حد يشوفها حتى، لان فيها مواد النقطه منها ممكن تسمم اي حد. فانا سالت قاسم قلت له طب هو ليه ما هربش بعد اللي عمله ده؟ وقاسم قال لها ان مراته قالت ان هو كان فعلا مخطط ان هو يهرب بعد ما يقتل عبد الرحمن ومراته ويسرق فلوسهم، بس اتفاجئ ان ما لقاش فيه فلوس في البيت اصلا، وبكده هو مش هيعرف يهرب بره البلد ولا يعرف يعمل حاجه لان معهوش فلوس اصلا، ولو فكر ان هو يهرب من غير فلوس اكيد هيشكوا فيه وهيجيبوه. وقتها انا بصيت لرشا كده وقمت قايل لهم طب هي رشا ازاي عرفت توصلكوا لمرات البواب وهي في الحاله دي، يعني ازاي عرفت مكانها؟ قاسم قال لي ما اعرفش، انا لقيتها جت الاسم وقعدت تنده باسمي كمان، ولما جيت ادتني الورقه دي وفيها عنوان مرات البواب، وكل لما اسالها على حاجه ليها بتقعد تقول عبد الرحمن وهاشم واسامي غريبه وكلام ملخبط في بعضه، واحنا بس هنبيتها عندك النهارده وبكره هنرجعها المصحه. وقتها قلت له تمام اهلا وسهلا يعني. فقاسم قال لي طب ايه مش هتعشينا بعد احنا اول مره نيجي نزورك في البيت يعني؟ وقتها قلت له انتوا فاكرين نفسكم ضيوف ولا ايه؟ قدامي على المطبخ يا حيوان. ودخلنا يا جدع وعملنا اكل وسهرنا واتبسطنا، بصراحه كنت محتاجه قعده زي دي يعني. وقبل ما يمشوا كان في تليفون جه لقاسم وقال لنا ان جاله طرد مهم جدا في الشغل ولازم يروح يستلمه دلوقتي. وطبعا انا عارفه الطرد ايه، هو تليفون هند اللي هيكشف الحقيقه كلها وهيكشف مين اللي قتلها، ما انا اللي لعبه اللعبه ها. المهم يا جدع سابونا الشباب وما بقاش غير انا ورشا بس ما اعرفش ليه كاسر كان قاعد عند المكتب عندي وكل ما رشا تبص له يقعد يهوى عليها جامد. المهم دخلتها اوضتي عشان تنام وقعدت انا في الصاله وبدات اقلب في التلفزيون، طبعا عشان ما كانش جاي لي نوم. بس وانا بقلب في التلفزيون يا جدع انا شفت دهب، ايوه انا شفت دهب وهي قاعده بتلعب في المدرسه مع اصحابها. والصراحه انا ما قعدتش ادعك عيني واقول العبث ده لان خلاص اتعودت. وفجاه لقيت الطويل وهيثم واقفين وبيبصوا على دهب جامد، وكانت دهب قاعده بتلعب وواضح عليها ان اصحابها كلهم بيحبوها. فجاه جرس الفسحه ضرب والطلاب كلهم رجعوا لفصولهم. فجاه كادر تاني ودهب في الفصل بتاعها وكانت بترفع ايديها كل ما المدرسين يسالوا عن اي حاجه، بس المدرسين كانوا بيتجاهلوها ما اعرفش ليه. وكان لما المدرسين يجيبوا اخرهم ويخلوها تقوم تجاوب كانت بتجاوب بطريقه ذكيه جدا، بس المدرسين كانوا بيتنمروا عليها وزمايلها كلها يضحكوا عليها بسبب المدرسين بتوعها. والغريبه ان هي كانت بتضحك على نفسها معاهم بكل براءه. حسيت وقتها ان انا لازم اساعد البنت دي، حسيت كانها بنتي وزعلانه عليها. بصراحه يا جدع في الاول انا كنت بعمل اللي بتقولي عليه وخلاص، المهم اخلص من الحاجات الغريبه اللي عماله تحصل لي وحواليا. بس بعد ما والدة الطويل حكيت لي عنها بدات احن شويه، بس بعد اللي شفته بعيني ده بجد مش قادره اوصف لك شعوري. انا جوايا غضب ورغبه كبيره جدا كمان ان انا انتقم لها. وقتها سبت التلفزيون وقمت مسكت الموبايل واتصلت باسم. بصراحه دماغي كانت بتاكلني عايز اعرف ايه اللي حصل بخصوص قضيه هند، بس رنيت عليه لقيته بيكنسل عليا. فضلت اروح واجي وهو عمال يكنسل عليا. في الاخر زهقت ودخلت مكتبي وبدات ابص على الصور اللي انا حطاها كلها على امل ان ممكن اوصل لاي طرف خيط يوصلني لدهب. هي اخر معلومه وصلت لها ان دهب كانت عند الشيخ ومراته اللي اتكفلوها بعد ما ابوها وامها ماتوا. بس لحظه، هو ليه الشيخ ومراته دول محدش بيتكلم عنهم خالص ولا في اي معلومات عنهم؟ من كتر فضولي يا جدع لقيت نفسي بنزل في نص الليل ورحت الحاره اللي قالت لي عليها والده الطويل دي اللي فيها الشيخ ومراته او اخر مره كانوا موجودين فيها. كنت واخده معايا كاسر عشان ما انزلش لوحدي في الوقت ده، واتاكدت طبعا ان رشا نايمه وقفلت عليها الباب. فعلا ركنت عربيتي ونزلت لقيت سوبر ماركت كده فسالته على بيت الشيخ محمود ده، وفعلا زي ما والده الطويل قالت لي ان كل الناس تعرفه. وفعلا قال لي البيت فين، بس قال لي الشيخ محمود ومراته معزلين يعني، هما فجاه اختفوا وانقطعت اخبارهم كلها مره واحده. سبته يا جدع ومشيت، ويا ريتني ما مشيت. بيت الشيخ محمود اما الراجل وصفهولي كان في اخر الحاره، والصراحه كانت المنطقه دي كلها ضلمه لدرجه ان انا شغلت فلاش الموبايل عشان اعرف امشي. واول ما دخلت الشارع كان متفرع من الحاره اصلا فزقاق صغير كده، سمعت صرخه ست يا جدع
تهز جبل، كان صريخها زي ما تكون بتتعذب. كان في صوت راجل معاها كده كأنه بيقرا عليها قرآن أو حاجة. أنا أول ما سمعت الأصوات دي اتسمرت مكاني، رجلي اتخشبت حرفيا. فجأة جدع زي ما يكون خيال أسود قام جري من قدامي بسرعة. حاولت ألف راسي عشان ألحق أشوفه، لقيت فيه خيال أسود تاني بيلف الناحية التانية، وخيال أسود تالت بيلف ورايا وحواليا، وبدأوا يبقوا كتير جدا حواليا. أنا ما كنتش عارفة دول جن ولا شياطين ولا أطياف ولا إيه بالظبط، لدرجة إن حيطان البيوت حواليا بدأت كأنها زي موج البحر وبتتحرك. صوت صريخ الست كان عمال يزيد ويطلع لي من كل مكان حرفيا، وبدأت الحيطان كأنها بتتحول لوشوش وعايزة تبلعني، بدأت تتحرك ناحيتي. حتى كاسر الكلب بتاعي كان واقف قدامي، بس ما بقاش في حجمه الطبيعي، بقى حجمه كبير وعامل زي الأسد. كان عمال يصرخ كأنه بيزوم على حد. بجد يا جدع كان موقف صعب جدا وما يقدرش يتوصف، والطبيعي إن كان لازم أتحرك من هناك بأي طريقة. وفضل كاسر كأنه بيدافع عني وبيرجع لورا خطوات، بس كان باصص قدامه كأنه شايف حاجة معينة خايف منها، وأنا كنت مستخبية وراه وعمال أرجع معاه بخطوات بطيئة لحد ما وصلنا آخر الزقاق ده. وقمت لفة وشي وبدأت أجري أنا وكاسر زي المجانين. كان كل هم إن أوصل لعربيتي بأي طريقة، والحمد لله عرفت أوصل لها. وأول ما دخلت العربية ولسه باخد نفسي، لقيت السلسلة اللي دهب كانت ملبساني بدأت تلسعني في صدري. وقتها قمت قلعها بسرعة ورميها في جيب العربية، وقعدت أسأل نفسي هو أنا اتجننت ولا إيه اللي بيحصل؟ ما أصل إحنا في الحقيقة مش في خيال علمي، إزاي كل ده بيحصل؟ وخدت العربية ورجعت البيت يا جدع. قمت رامية نفسي على الكنبة ومبقتش قادرة أفكر ولا أعمل أي حاجة، كأن الدنيا وقفت بيا من كتر الخوف اللي أنا كنت فيه. وبدأت أقفل عيني وأفتحها كتير على أمل إن يكون اللي أنا شفته ده كله حلم، بس للأسف هو حقيقة. والمواضيع كده بدأت تخرج عن السيطرة وتتحول لحقيقة، وحقيقة مرعبة كمان. وجات عيني على كاسر الكلب بتاعي، كان قاعد على الكنبة اللي قصادي وبيبص لي كأنه هو زعلان أو خايف، بس نظراته ما كانتش نظرة كلب عادي يا جدع، لدرجة إن أنا خفت ولفيت وشي. وفي اللحظة دي ما قدرتش خلاص إن أستحمل، وبدأت اللي أنا أعيط عياط هستيري حرفيا، لدرجة إن أنا نمت من كتر العياط ومن كتر التعب. صحيت تاني يوم يا جدع على خبط الباب بتاع البيت بتاعي. فتحت لقيت قاسم وكريم. ساعتها خبيت وشي بسرعه عشان ما يشوفونيش بالمنظر ده، وقلت لهم ادخلوا عقبال ما اروح اغسل وشي. بس لقيت قاسم مسك ايدي وقام لافف وشي كده ناحيته وبص لي جامد وقال لي فيكي ايه؟ وحد ضايقك؟ حد عمل معاكي حاجه؟ فانا قلت له لا لا، انا بس شفت حلم مضايقني شويه. وسبتهم ورحت الحمام. جيت اغسل وشي يا جدع، حرفيا انا لما شفت منظري اتخضيت. كان السواد تحت عيني كاني مدمنه، من اخرها تحسني جثه خارجه من المشرحه. بعد كده خرجت قعدت معاهم، فلقيت قاسم اول ما خرجت بيقول لي مالك بقى. في نفس اللحظه لقيت كريم كانه بيدخل في الكلام وعمل انا بقول لكم ايه، انا عندي لكم خبر حلو. قلت له قول. قال لي احنا عرفنا قتل هند، رغم ان كنت في وضع ان انا مش قادره ان انا امثل، بس ما ينفعش ان هم يعرفوا ان انا عارفه حاجه. وبعد ما عملت ان انا اتفاجئت والكلام ده كله، سالت قاسم وقلت له هو انت حققت مع ام الطويل ولا لسه؟ قال لي المفروض النهارده اما نوصل رشا المصحه هتكون وصلت وهبدا التحقيق معاها. قلت له طب بالله عليك حاول تركز مع موضوع الطفله اللي ابنها كان بيحاول يخطفها ده، لو تعرف اي معلومات عنها. لقيته بيقول لي هو انت شاكه في حاجه؟ قلت له لا، بس انا خايفه عليها بس من كتر الكلام اللي اتقال لي عليها. قال لي ما تقلقيش هنعرف كل حاجه باذن الله. ونزل قاسم وكريم من البيت، وانا كنت بودع رشا من البيت قبل ما تنزل، فلقيتها حضنتني كده وقامت ماسكه ايدي وفتحاها، حطت لي السلسله اللي دهب كانت ملبساني اللي انا حطيتها في جيب العربيه اصلا، وقامت قافله ايدي وماشيه وسابتني مصدومه اصلا من اللي حصل ده. صراحه ما كانش ينفع اقعد في البيت لان كنت حاسه ان انا خلاص هتجنن. ودخلت لبست هدومي بسرعه ورحت بيت اهلي عشان كانوا وحشني، وفي نفس الوقت بقالي فتره ما سالتش عليهم. وقضيت يوم معاهم مريح من غير اي اكشن. وبالليل وانا راجع البيت بتاعي لقيت قاسم بيتصل بيا وبيقول لي طمنيني عليك انت كويسه؟ قلت له ما تقلقش عليا انا كويسه يعني مفيش حاجه. قال لي طب تقدري تجيلنا الكافيه دلوقتي تقابلينا انا وكريم قاعدين؟ قلت له تمام، انا كده كده قريبه من الكافيه، اوصل هناك واستناك. واول ما وصلت الكافيه دخلت فما لقيتش عم لقمان، فسالت عليه كده فلقيت الولد اللي شغال قال لي هو مش هنا، بس قال لو انت جيتي نقول لك تشوفي نشره الاخبار في القناه الذهبيه. استغربت الاول بس فهمت ان هي اشاره او حاجه زي كده. وشويه ولقيت الشباب جت، واول ما قعدنا حكوا لي ان قضيه عبد الرحمن ومراته هند وهيثم والطويل يعتبر خلاص اتحلوا كده. قلت لهم تمام، عبد الرحمن ومراته ماتوا بسبب جشع البواب وبتحريض من سليم، وهند المعجب المهووس بيها ده هو اللي قتلها. لقيت كريم بيقول لي وهيثم والطويل ماتوا في الحادثه، واما حللوا دم ابو نواف عرف ان هو كان تحت تاثير الكحول، وبسبب كده هو عمل الحادثه وهو سايق بيهم. وبعد التحقيق مع عم الطويل اتفتح الملف بتاع ابو وام دهب اللي ماتوا، بس المتهمين في القضيه دي واحد منهم مات اللي هو الطويل، والتاني في المستشفى اللي هو ابو نواف. ساعتها بصيت لقاسم كده وقلت له طب والشيخ ومراته قدرتوا تعرفوا سكتهم او مكانهم؟ قال لي لا الصراحه، بس انا جبت اذن بتفتيش بيت الشيخ، وبكره هاخد الوحده بتاعه التحقيق الجنائي والفريق بتاع رفع البصمات وهروح هناك لعل وعسى نعرف اي شيء. قلت له طب اقدر اطلب
منك طلب. قال لي عايزه تروحي معانا؟ قلت له ده لو ينفع يعني. ساعتها بص لي كده وقال لي اللي تؤمر بيها جميل، عسل انت عسل. خلصنا القهوه بتاعتنا وسبتهم ورجعت انا البيت. كنت بسال نفسي حاجه واحده، ايه اللي مستنيني في بيت الشيخ محمود وايه اللي ممكن يحصل؟ عارف يا جدع لما يكون حد بيحاول يهرب من مصيره وبيضحك على نفسه ويقعد يتوه؟ انا كنت بعمل في نفسي كده. وصلت البيت يا جدع ودخلت الصاله وعلى طول رحت فتحت التلفزيون ومستنيه، وفعلا حصل. دهب ظهرت قدامي على الشاشه، موجوده في مكان ضلمه كده ومستخبيه وبتترعش، وهيثم والطويل واقفين ومعاهم استاذ تاني كده شكله عبيط جدا، شعره طويل ولابس نضاره وبتاع شبه الديب من اخرها، وبيتكلم بطريقه مش مفهومه وسريعه. كانوا عمالين يسالوه اسئله وهو عمال يجاوبهم، بس ما كانش فيه صوت. وحاولت اعلي التلفزيون بس ما فيش صوت. وفجاه الكادر اتغير لدهب قاعده جنب حنفيه ميه كده، عماله تنزل ميه سودا ووسخه وماسكه ودانها ومقرفصه كده وعماله تصرخ وتعيط. وبعد كده التلفزيون جاب شاشه سودا وما جابش اي حاجه تاني، المفروض يتعمل له سوفت وير يعني. المهم انا دخلت نمت يا جدع. تاني يوم الصبح صحيت بدري، قمت صليت الفجر وشربت القهوه واتصلت باسم، وانا اللي صحيته وقعدنا نرغي شويه. وقال لي جهزي نفسك واتصلي بكريم يستنانا عند بيتك وانا هعدي عليك اخدكم وهنروح لبيت الشيخ. قمت ظبطت حالي ومحتالي وحطيت في جيبي مالي لحد ما قاسم اتصل بيا وقال لي ان هو تحت. ونزلت يا جدع ولقيت قاسم مستنيني تحت. وطبعا لما قربنا بقيت ماشيه وراهم وعملت نفسي اللي انا مش عارفه العنوان وكده، وطول الوقت مداريه خوفي رغم ان قلبي ما بطلش ده، لان لو بطل ده هتموت. فدي اول ما دخلنا البيت يا جدع انا حسيت بهوا سخن كده لدرجه ان هو لسع وشي، بس استغربت ان محدش حس بكده غيري. وانا حاولت ان ما اخليش حد ياخد باله ان انا حسيت بحاجه. وبدا الكل يشوف شغله ويدور في البيت، بس ما كانش في اي اثار لخناقه او لحادثه حتى حصلت جوه البيت. البيت كان مترتب جدا كأن في ناس عايشه فيه. وفي وسط التفتيش لقوا الاوراق بتاعت ملك البيت باسم الشيخ محمود وكده، فمعنى كده ان هما ما سابوش الحاره ومشيوا. وهنا بدانا نتاكد ان جرى لهم حاجه. ووقت ما كنا بندور انا وكريم دخلنا ناحيه المطبخ كده، وكان في فريق كامل عمال يدور جوه المطبخ وبيبص وبيرفع بصمات وحاجات. بس فجاه لقيت دهب ظهرت وبدات تشاور ناحيه حنفيه الميه. ساعتها افتكرت المشهد اللي في التلفزيون لما كانت قاعده جنب حنفيه الميه وخايفه ومرعوبه. الصراحه انا خفت اكتر ان انا اقرب من حنفيه الميه، فقلت لكريم انا عايزه كوبايه ميه من الحنفيه دي. ولما كريم راح وفتح حنفيه الميه لقينا نزلت منها ميه بني وريحتها معفنه وتقرف جدا. وكريم اما شاف منظر الميه كده رجع لورا وساب الميه مفتوحه، وبسبب الميه فضلت مفتوحه الريحه اللي طالعه منها كانت ريحه بتحرق المناخير لدرجه ان كلنا كنا بنكح واحنا في المطبخ. وقتها قاسم جري على المطبخ ودخل علينا وقال لنا ايه مالكم؟ محدش فينا كان قادر يتكلم من كتر الريحه اللي دخلت مناخيرنا، وقمت مشاوراله على حنفيه الميه. ساعتها قاسم جري وقام قافل حنفيه الميه وبدانا نخرج كلنا من المطبخ بسرعه. وقاسم قال احنا عايزين عينه من الميه دي عشان نحللها، وقام مشاور على اتنين كده قال لهم وانتوا معايا، وقام واخد الاتنين دول وطالع على سطح البيت. وبعدها لقيت قاسم نازل ومع الاتنين دول بيقول يلا عشان كله هيروح. فعلا خدت بعضي ورجعت البيت. عايز اقول لك نمت بهدومي اصلا اول ما وصلت، ما قمتش غير على صلاه المغرب. قمت يا جدع كنت جعانه جدا، وانا اصلا الفتره دي ما كنتش باكل غير لما افتكر يعني بسبب الاحداث اللي عماله تحصل دي. انا فتحت باب التلاجة يا جدع، واخر حاجه فاكراها ان كان في دبانه شكلها غير طبيعي كده خارجه من التلاجة. انا ساعتها قفلت باب التلاجة بسرعه وحلفت ما فتحاه، وقمت رايح على الصاله ومسكت تليفوني واتصلت باسم وسالته عن نتيجه تحليل الميه طلعت ولا لسه. قال لي ما تقلقيش احنا لقينا بصمات الطويل هيثم وابو نواف في كل مكان في البيت. ولما سالته عن الميه تاني سكت وقال لي اهدي بقى شويه. قلت له ارجوك يا قاسم اخلص بقى وقول لي. ما تخلص بقى يا ولد. قال لي طب امسكي نفسك. قمت ماسكه نفسي. قال لي عشان هتسمعي اللي بيوجع جدا. ففهمت ان هو مش قصده امسك نفسي من هنا، قمت سايبه نفسي تاني. قلت له قول. قال لي الميه اللي كانت في الخزان دي ما كانتش ميه، دي كانت ماده كيميائيه اسمها حمض الهيدروفلوريك. انا كديبه ما اعرفش ايه الحمض ده بس هنعرف. وكمل وقال لي الطويل وابو نواف استعملوا الماده دي عشان يخففوا بيها اثار الجثث. قلت له ازاي يعني انا مش فاهم حاجه. قال لي الماده دي تقدر ان تدوب جسم انسان بالكامل، واللي فهمناه لحد دلوقتي ان هم قتلوا الشيخ ومراته وحطوا الماده دي فيهم عشان يدوبوهم في الميه، وطبيعي ان الجثث اتحللت وبقت كلها جوه الماده في الخزان. قلت له طب ازاي الحمض ده عمل كل ده وما بوظش مثلا مواسير، مع ان كنت واخده بالي ان مواسير البيت كلها بلاستيك. قال لي على فكره البلاستيك اكتر ماده بتاخد وقت عشان تتحلل، حتى الحديد والاسمنت بيتحللوا اسرع منها. قلت له يعني انتوا اتاكدتوا خلاص ان الشيخ ومراته في الخزان؟ قال لي التحاليل الاوليه بتقول كده، بس لسه التحليل المفصل والنتائج النهائيه ما جاتليش. ساعتها قلت له تمام يا قاسم فهمت. قبل ما اقفل
القفل لقيته بقول لك ايه انت تمام؟ امزه تمام. قلت له تمام يا ولا بقى عيب ما تقولش الكلام ده دلوقتي، احنا في ملهق ماشي عدي. ورحت يا جدع قعدت على الكنبه عشان حسيت ان مفاصلي ثابت وجسمي كله تلج بعد اللي انا سمعته ده. وفجاه لقيت نفسي ماسكه بقي وبجري على الحمام وجبت كل اللي في بطني وخرجت من الحمام وانا مش مستوعبه وعقلي بيرفض كل اللي انا بسمعه ده. ازاي اشخاص ممكن نكون بنتعامل معاهم يوميا يكونوا بالشر ده؟ كل ده عشان يا اخي ملعون الفلوس، حته بقى تشويقيه كده وبتاع. وبعد كده في صفحتين تنميه بشريه نعديهم ونكمل. بس وانا قاعده سرحانه يا جدع في اللي بيحصل ده لقيت التلفزيون اشتغل فجاه ولقيت راجل واقف على السطح هو ومراته ومعاهم دهب. كان في حد بيخبط على باب السطح بس هما بيتجاهلوا. ولقيت الراجل ده بينزل سلم من على السطح كده وبيسنده على الحيطه وبينزل دهب منه وبيقول لها ما تخافيش وما تنسيش اللي انا حفظته لك. ورجع الراجل ومراته للبيت تاني ونكش شعره كانه لسه صاحي من النوم كده وقام فاتح الباب. كان الطويل وابو نواف هما اللي واقفين على باب البيت وفي ايديهم زي ما يكون في بخاخات صغيره كده وكانوا مخبين ايديهم ورا ظهرهم. فالراجل اللي فتح لهم الباب او الشيخ ما كانش شايف. وقتها طلبوا انه يخشوا البيت بس الشيخ زي ما يكون رفض او بيقول لهم ان احنا نايمين. اللحظه دي زقوه جوه والتوتر مسك المكان والطويل قعد فوق الشيخ ومسكه من رقبته وفضل يخنق فيه لحد ما مات. ساعتها مرات الشيخ خرجت من جوه ولسه هتصرخ لقيت ابو نواف حط ايده على بقها هي كمان وفضل يخنق فيها لحد ما ماتت. وبدأ الطويل وابو نواف يدوروا في البيت كله، اعتقد كانوا بيدوروا على دهب. بعد كده التلفزيون حول لكادر تاني وشفت الطويل وابو نواف هم واقفين جوه مدرسه واقفين مع واحد بنضاره كده تخينه وشعر طويل اللي هو شبه الديبو ده. وفهمت ان ده مدرس في المدرسه واكيد ده مدرس بقى كيمياء او حاجه زي كده وعرفوا منه اسم الماده او حاجه زي كده. فده دليل نقدر نثبته ان هم اللي عملوا كده. وطبعا بالنسبه لي كنت عايز اوصل لاسم المعلومه من غير ما احسسه ان انا عارفه زي كل مره عشان يقدر يوصل بسرعه. بس المره دي كلمت كريم قلت له شفت اللي حصل ومش عارف ايه وطلعت الميه فيها ماده كيميائيه ومش عارف ايه، اعتقد عشان الطويل مدرس فعرفها. فقال لي لا ده مدرس رياضيات ودين وكده. قلت له ما اكيد في المدرسه ليه صحابه مدرسين كيمياء واكيد هم اللي قالوا له على الماده. قال لي ايوه انت صح، تصدق انا هتصل باسم اقول له. وبكده انا رميت لهم الهلب واديتهم طرف الخيط. بعدها دخلت مكتبي يا جدع وما بقاش قدامي غير ان اعرف دهب فين. وبدات ابص على الصور وارتب كل حاجه لحد ما رجعت لنقطه البدايه تاني وقلت ليه ما اروحش بيتها؟ ما طبيعي ان دي بنت صغيره واكتر مكان هتحس فيه بالامان بيتها، اكيد مش هتروح مكان تاني. واول ما فكرت التفكير ده لقيت السلسله بتلسعني في صدري تاني. بس المره دي ما فكرتش اشيلها، قلت ما انا كده كده بشيلها وبترجع تاني فملهاش لازمه. واخدت بعضي ودخلت نمت يا جدع. بس اول ما نمت جالي زي حلم كده بس زي الصور المقطعه وفي نفس الوقت مش مفهومه. شفت الطويل وهو بيخنق والد الدهب. بعد كده شفت ابو نواف بيفتح غاز. شفتهم هما بيجروا ورا ابو دهب على السلم وبيحاوطوه واحد من فوق ومن تحت وبداوا يزقوا فيه لحد ما قتلوه. شفت دهب وهي ماسكه ايد ظابط كده وهو بيخبط على عبد الرحمن وعلى هند وعلى هيثم عشان يسلمهم دهب وهم كانوا بيقفلوا البيبان في وشه. شفت الشيخ وهو بينزلها من على سلم من فوق السطح والمطره كانت نازله عليه. شفتها وهي ماشيه في شوارع فاضيه بالليل لوحدها. شفتها وهي بتخبط على بيت عبد الرحمن وهي غرقانه ومتبهدله في هدومها وكان بيزقها ويقفل الباب. شفتها وهي رايحه لهند بس هند كان معاها راجل جوه وبصت من عين السحريه بتاعت الباب وقالت لها امشي من غير ما تفتح لها. وبعدها شفت دهب وهي معاها مفتاح نفس المفتاح اللي في السلسله اللي اديتاني وكانت راجعه بيتها وبتفتح الباب بيه. وكانت وهي داخله البيت شافت الطويل وهو بيجري عليها ودهب جريت لحد المطبخ جوه البيت وقعدت تتلفت يمين وشمال وما لقيتش قدامها غير التلاجة. دخلت فيها وقفلت على نفسها وبدات تقول كلام شبه التمتمه كده محدش فاهمه. وشفت الطويل وهو دخل بيتها وقعد يدور عليها في كل مكان وهو متعصب بس معرفش يلاقيها. واخر حاجه شفتها يا جدع دهب وهي قاعده مقرفصه كده في مكان ضلمه وكانت بردانه وبتترعش وعماله تتمتم بكلام. ساعتها قمت من النوم يا جدع كانت الساعه 6 الصبح ولسه الشمس ما طلعتش. لقيت نفسي بقلع السلسله بسرعه وبلبس وبنزل على عربيتي وبركبها. انا عارفه ان دهب ماتت بس معرفش ليه كنت متمسكه بامل ضعيف كده ان ممكن الاقيها. وانا في الطريق اصلا دموعي كانت بتنزل عليا بسبب الطفله البريئه واللي حصل لها. كنت بسوق وعمال اقول يا رب بس بقول يا رب من كتر التعب ما كنتش عارفه اكمل دعوه على بعضها من كتر خوفي. وفعلا وصلت بيت اهل دهب وفتحت الباب بالمفتاح اللي كان في السلسله اللي معايا. دخلت وانا غرقانه بميه المطر اصلا وجريت على المطبخ ورحت ناحيه التلاجة وانا منهاره اصلا لدرجه ان ما عادش فيا حيل ووقعت قدام باب التلاجة وانا غرقانه ومش قادره اتحرك. وبعد شويه يا جدع بدات استجمع قوتي وقدرت اقوم وفتحت باب التلاجة. فعلا لقيت دهب جوه. لحمها كان لونه غامق وشفايفها كان لونها ازرق من كتر الساعه. اول ما فتحت الباب اصلا لقيتها وقعت عند رجلي. لقيت نفسي اترميت على الارض جنبها وخدتها في حضني وبدات
اعيط زي ما تكون بنتي اللي ضاعت مني ولقيتها بعد فراق سنين، ولقيتني بشيلها بين ايديا وبجري على العربيه بحطها في الكرسي اللي ورا وبركب العربيه وبطلع على مكان كده عامل زي الجبل كنت بحب اروح اقعد فيه. كنت كل ما ابص في المرايه اللي ورا احسها زي الملاك ونايمه مبتسمه. وانا بسوق يا جدع وقربت اوصل لقيت زي مزرعه كده. قربت من المزرعه فلقيت على الارض الادوات دي اللي هما بيحفروا بيها وحطيتهم في العربيه وطلعت لاعلى نقطه في الجبل ده العربيه تقدر توصل له، وخدت الادوات بتاعه الحفر وبدات احفر والمطر كان مساعدني ان اخلى الارض طريه. وخلصت حفر ورحت العربيه وخدت دهب وحطيتها جوه الحفره مع ان قلبي ما كانش جايبني ان اعمل كده. كنت عمال احط عليها التراب وانا بصرخ باعلى صوت وفضلت اعيط لحد ما صوتي اتنبح. ولقيت نفسي باخد عده الحفر بحطها في العربيه ورجعت المزرعه حطيتهم مكانهم وخدت بعضي ورجعت بيتي. اول ما دخلت البيت انا دخلت الحمام وفضلت مسيبه الميه عليا اكتر من ساعتين بحاول اهدى يمكن جسمي ينضف، يمكن كنت بنضف قلبي من اللي حصل له، يمكن اكون بنضف عقلي من كتر الصدمات اللي خدتها ورا بعض. كنت فاكر يا جدع ان انا الصحفيه الشجاعه اللي مفيش منها اتنين بقى، بس مفيش اصعب من اللي حصل لي المره دي رغم اني شفت كتير في شغلي. وخرجت من الحمام وقعدت في الصاله بعد ما لبست هدومي طبعا. فجاه يا جدع لقيت التلفزيون اللي قدامي ظهر عليه الشيخ محمود ودهب وقاعد بيحفظها كلام بقول لها الكلام ده عشان يخلي روحك نقيه دايما وتقدري ترجعي العالم بتاعنا بنفس الطيبه والحنيه اللي انت فيها. وفجاه الصوره بتاعت التلفزيون قلبت تاني ولقيت دهب وهي في التلاجة وبتقول الكلام اللي مش مفهوم اللي الشيخ محمود قال لها عليه. وفجاه الصوره قلبت تاني وشفت اول مشهد خالص في الحكايه لما كانت دهب عند الملك وبتحكي له قصتها. والغريب يا جدع ان الكائنات او الحراس الملتمين اللي كانوا موجودين حواليها كلهم كانوا بيعيطوا وهم بيسمعوا قصتها. حتى الملك كانت دموعه على طرف عينه رغم اللي يشوف اشكالهم وطولهم وعرضهم يقول عليهم وحوش، بس الوحوش الحقيقيين بتبقى ورا الضحكه البريئه ورا العيون اللي مليانه حب ورا الكلام المعسول، مش الشكل خالص اللي يحدد طيبه الواحد فينا. وبعدها لقيت الملك مقعد دهب على الكرسي بتاعه وبيلبسها التاج والتلفزيون قفل على نفس بدايه الحكايه. وساعتها قمت يا جدع ودخلت المكتب بتاعي ولميت الصور والحاجات كلها من على الحيطان وقعدت عشان اكتب التحقيق بتاعي. واستنوني في تحقيق جديد. من هنا وقتها حطوا لايك وشير وخلونا نوصل الجدع ل500,000 عشان هو وصل 400,000 تقريبا يعني. قولوا له 1000 مبروك من القلب. فالله يبارك فيكي. بس انا اكتشفت حاجه تانية خالص. القصه دي من 2023 واحنا لسه 400,000 لحد دلوقتي. ده ايه المصيبه السوداء اللي احنا فيها دي؟ صباح مساء خير عليك يا جدع. اعمل لايك واعمل شير واعمل الكلام ده. انا دماغي هفت دلوقتي. ويلا بينا عشان السلاسل اللي جايه هتعجبك فشخ. معاك جحيم يا حبيبي، معاك جحيم يا بابا. احب اقول لكم الله يبارك لكم.